ودمتم بحفظ الله ورعايته. وهذا مهدي البابي أحييكم. وقفا. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين والمتابعين الأكارم حيثما كنتم في كل مكان بالعالم، ونحن وإياكم نفتتح حلقة جديدة من برنامجكم وقفات. هذه الحلقة ستكون حلقة استثنائية، وحلقة يعني استضفنا فيها حقيقة مجموعة من المبدعين العراقيين المختصين في مجال الإبداع الإعلامي. وهذه الحلقة تعرفون حضراتكم أهمية الإعلام، جعلنا منها تتحدث وتتمحور حول محور رئيسي اسمه الإعلام العراقي ودوره بارتقاء المشهد الثقافي والمجتمع. حتى نقف على ماهية هذا الموضوع الحيوي نستضيف وإياكم نخبة وكوكبة من الإعلاميين العراقيين الفاعلين، نرحب بهم تباعا. مرحب بكم أساتذتنا. أهلا أهلا بك. مرحبا بك أستاذ فلاح ودكتور عبد الحميد ودكتور سعد المسعودي ودكتور بلاسم محمد من بغداد الحبيبة. وهذه القامات احنا سعداء جدا ان نحظى بان يلتحقوا بالعناصر الاساسيه لبرنامج وقفات عبر المركز الدولي للاعلام والثقافه والابداع. وحقيقه نحتار بمن نبدا، كلكم اسماء مهمه، لكن سوينا قرعه بسيطه، اختاروا استاذ فلاح ان يكون في اول الفاتحين لهذه الحلقه. استاذ فلاح تحياتنا لك. الأكبر سنا باعتبارها. أكبر سنا. مرحبا بك وحياك الله. أهلا بك. ما تعرف حضرتك عندنا تقليد في البرنامج أن نفتتح ب يعني دقيقة بشكل موجز تعريف بالشخص المتحدث، وأنت والسادة الحضور الضيوف الأكارم طبعا غنيين عن التعريف حقيقة. تفضل أستاذ فلاح. شكرا لك وتحياتي لجميع المتابعين وللأصدقاء الذين أكن لهم كل الاحترام، وأنا أشكرك على هذه الجمعة. ما فرقته المنافي جمعه جوب رحمه الله، وها نحن نلتقي عبر الآيفون. حقيقة شيء هو مؤلم، ولكن المفرح أنه بالإمكان الاتصال بالجميع، ورحمة الله على روح جوب. أنا فلاح الذهبي، عملت في الجانب الإعلامي منذ 2000، منذ العام 2000، رغم أنا أحمل عضو عامل في نقابة الصحفيين منذ عام 88. عملت في هذا المجال حقيقة مصادفة، قرأت كتاب في سوق السراي عن أجمل التحقيقات الصحفية، شدني هذا الموضوع. أنا بالأصل فنان تشكيلي ومصمم تصميم تجاري، أصمم مجلات وصحف، وأصمم أزياء وأصمم ديكور. ثم بعد ذلك وكنت أنا والأخ حسن إبراهيم الفنان التشكيلي، أنا وحسن
طيب. العراق في عموم العراق. ومضيت باتجاه بعد 2003 إذاعة أوروبا الحرة، ثم إلى التلفزيون قناة الحرة، عملت مراسل، ثم تدرجت مساعد مدير أخبار، ثم مدير مكتب، ثم بعد ذلك غادرتها. أنا الآن في محطة جديدة هي قناة 7 سكاي، وسأقودها بنفس المزاج، وسأحاول أن تكون ميكس ما بين الأونلاين والتلفزيون الساتلايت، باعتبار نحن نتهيأ عالميا للانتقال من الساتلايت إلى الأونلاين. ممتاز جدا، شكرا على هذا الإيجاز. وأيضا معنا دكتور سعد المسعودي من باريس، مرحب بك. أهلا، تحياتي. شكرا أخي مهدي لأنك قمت بجهد كبير، جمعت أصدقاء الزمن الجميل على شاشة واحدة، وهذا شيء مهم لنناقش موضوع مهم جدا. أنا سعد المسعودي عملت في راديو مونتي كارلو الدولية، وعملت مدير إقليمي بمحطات فضائية، وكبير مراسلين في العربية، وموظف سابق في اليونسكو. مهم جدا أن نلتقي بهذا الموضوع، وأعتقد نبدأ بالموضوع لأنه الموضوع طويل وشائك، وأعتقد حياخذ وقت طويل. صحيح جدا، شكرا لك. دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الحميد صالح، تفضل. اولا شكرا لك اخي، ارحب واحيي الزملاء الاعزاء، الاستاذ سعد المسعودي، عراقيين في الخارج، والزميل العزيز فلاح، والدكتور لكن. يبدو عندك مشكلة. يعني أنا عبد الحميد صائح، كاتب وإعلامي. دكتور عبد الحميد، يبدو عندك مشكلة بالصوت. اي، اكو مشكلة بالصوت، ده يتأخر الصوت. اي تفضل. 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 اوكي خلينا ناخذ الان. اي الان افضل. تفضل. انا عبد الحميد الصائح، كاتب واعلامي، مواليد العراق، المسرح في العراق والاعلام في مصر. عملت في الصحافة والإعلام، أنتجت برامج ثقافية، وعملت في إدارة الأخبار وبرامج سياسية أيضا. أرأس تحرير مجلة المهجر، ونشرت عددا من الكتب، منها فعلية، وكتب عن المسرح، وكتب عن الإعلام تجاوزت 18 كتاب. والآن أعمل على طاقتي هو مشروع أخ النهضة العراقي، وأقدم برنامجا ضمن قناته، وسعيد جدا معكم اليوم. نعم. طيب، شكرا جزيلا. دكتور بلاسم. شكرا جزيلا أستاذ مهدي الجميل. أنا الأستاذ الدكتور بلاسم محمد، فنان تشكيلي، واشتغلت بالإعلام أكثر من 30 سنة. كانت بدايتي في مجلة والمزمار، رسام وخطاط ومصمم، ثم انتقلت إلى مجموعة من الصحف العراقية عملت فيها تقريبا يعني أغلب الصحف العراقية، وأسست إلى خرائطها. ومن ثم اشتغلت في مجلة الإنفاق والمثقف العربي والأعلام والمورد وآفاق عربية، ومجلة فنون في لندن. كنا أنا والفنان ناظم رمزي، المرحوم ناظم رمزي، وأنا مصمم جرافيكي أيضا، وأستاذ في كلية الفنون الجميلة، أدرس علم الجمال والنقد السيميائي، هذا باختصار.
عملي. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وكذلك شكرا لجميع الضيوف الأكارم. نعود على ما بدأنا به محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو الإعلام العراقي ودوره بارتقاء المشهد الثقافي والمجتمع. أستاذ فلاح. نعم. تسمعني واضح ها؟ سامعك. نعم. المشهد العراقي من الأخير الآن وين بالنسبة للإعلام؟ يعني شوف، تعلم حضرتك والأخوة اللي معاك أنه معانا الإعلام في العراق كل محطة تلفزيونية هنالك لها ممول، وهذا الممول إما أن يكون ممول حزبي أو يكون ممول إقليمي، وبالتالي يملى على الإعلامي الرؤية. الذي أفلت من هذا الموضوع حقيقة هو الجانب الثقافي، باعتبار أن كل الأحزاب الآن من 2003 تغير المشهد. بعد 2018 أصبحت كل الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية باتت تبحث عن من هو علماني، من هو يميل للسينما، يميل للثقافة، حتى تبدأ تخلع عن نفسها هذه العباءة التي باتت غير مرغوب فيها كثيرا يعني في المشهد السياسي العراقي. لهذا حقيقة تجد القوى السياسية بكل اتجاهاتها الآن، المشهد الثقافي تمكن من الإفلات من عبء السياسة، وباتت كل هذه الأحزاب تدعم أي توجه باتجاه الشعر، باتجاه المسرح، باتجاه الغناء، باتجاه. الآن أنا في تصوري المشهد الثقافي يحتاج إلى أصحاب الاختصاص أن تكون هذه الفرصة سانحة لهم رغم صعوبة الحصول على البنى التحتية لهذا الجانب. لكن أتمنى أن يتخلصوا من فكرة أن الحكومة هي التي تبني وهي التي تهيئ وهي التي تعلمنا النشيد والأغنية. وأكيد الأساتذة الحاضرين هم خارج هذا الإطار، ولكن حقيقة ما يبنى به عليه ويجبل عليه المثقف العراقي، أقصد من طبقة الشباب، أن الحكومة عليها أن توفر كل شيء، وهذه جزء من ثقافة قامت بها الأحزاب السياسية في العراق، وهي أن أن تنتهي الانتخابات حتى تبدأ الحملة الأخرى، وبالتالي صارت عملية التوظيف والدولة هي التي تصرف على كل شيء. هي جزء كبير من الثقافة العراقية، ولهذا حقيقة هنالك نوع من الاتكالية ألاحظ لدى بعض النخب العراقية والقيادات في مجال الثقافة في العراق، وهي المطالبة بأن يكون دور للحكومة بالوقت الذي نبحث عن الحرية ونخلص من عبء أن تكون للحكومة يد في هذا الجانب. نعم أستاذ مهدي. أستاذ سعد تسمعني الآن؟ أي أسمعك. نعم. طيب، مثل ما تحدث أستاذ فلاح الآن بهذا الإيجاز السريع، وأنت تراقب المشهد الثقافي إعلاميا من خارج حدود الوطن، ما الذي ينقص الآن الثقافة العراقية إعلاميا؟ تحياتي لك ولكل الزملاء الأصدقاء. أخي مهدي، أولا خلينا نتفق، هل لدينا إعلام حتى نستطيع أن نقول هذه الثقافة من سيقوم بنقلها أو تسويقها إلى الخارج؟ هل لدينا نحن الآن في العراق ما بعد خراب 2003 إعلام حقيقي في العراق بعد إلغاء وزارة الإعلام التي كانت بمؤسساتها، ورغم أنها مسيسة وباتجاه واحد إلا أنها وزارة، وكلاء وزارة، مدراء عامون، مجلات، مطابع، كانت وزارة تقوم بتسويق منتجك الثقافي. الغريب بالموضوع في العراق
بعد كل هذا الخراب الذي يحدث من 2003 إلى الآن، الكل تأثر إلا الثقافة تأثرت قليلا لكن بقت صامدة بإنتاجها التشكيلي، بإصدار الكتب، بالنشاطات الثقافية، بالموجود البسيط، تعمل نشاطات واحتفالات ولكن بقت داخلية، يعني غير مسوقة بشكل عام. من هي الوسيلة التي تستطيع أن تسوق هذا المنتج إذا كانت كل قنواتك الفضائية وصحفك كلها تابعة لأحزاب وعمائم ومحابس، كل له مشروعه الخاص به وليس بالوطن، بما في ذلك جرائد ومجلات الدولة التي هي جاءتنا بديلا لوزارة الإعلام، شبكة الإعلام العراقي، مع احترامي للزملاء الذين يقومون على رئاسة هذه، منهم الدكتور نبيل تحياتي له، لكن لا أعني به شخصيا ولا بفرحان ولا بكريم حمادي ولا بالأشخاص الآخرين، لكن هناك مشكلة كبيرة اقترفتها أمريكا بأنها همشت الإعلام، ألغت الإعلام، رغم أن هذه المصائب التي حصلت في العراق لقد دربت لنا صحفيين ومراسلين تلفزيونيين وقاتلوا مع المدفع بالموصل وكذا. كل هذه العوامل التي موجودة كلها تعمل داخليا، لكن حقيقة صورتنا للمثقف العراقي ما زالت صورة غير محببة، غير جيدة. يعني الآن في كل دول أوروبا بأي مكان تتكلم تقول العراق، تقول داعش، القاعدة، انفجارات، الخطف، يعني صورتنا مهمشة. أي وسيلة إعلامية تستطيع أن تجمل هذه الصورة؟ وأعتقد دكتور بلاسم يعني هو أستاذ علم الجمال ويمكن يتحدث على جانب المدينة والخراب بالمدينة، بالعمارة، بالشارع، بالمنجز الحضاري اللي جاء إلى 2003 واختفى. من يستطيع من هذه القنوات، من هذا الخراب الموجود، أن يسوق بضاعتك التشكيلية، الإصدار، النشاطات؟ لا اتحاد الأدباء المغلوب على أمره يستطيع أن يعمل شيء، ولا شبكة الإعلام قادرة أن تعمل شيء، وبقى منتوجنا بيننا، يعني كل الأشياء بيناتنا. حتى مشروع بغداد عاصمة ثقافة عربية، الكل يتذكر هذا المشروع الكبير جدا، $500 مليار، $500 مليار حتى تعمل وتعطي فرصة لتعمل مشروع ثقافي حضاري تذهب به إلى الخارج، اللي تعمل به إعلام خارجي، لتستطيع أن تقدم فيلم سينمائي، تطور فرقة الفنون الشعبية في العراق، تعمل فرقة إنشاد كما كانت بالسابق، وتستطيع أن تقدم. وحده الذي يستطيع يعمل إعلام خارجي لنا هو كاظم الساهر، فنان مع فرقته الموسيقية يدير كل هذا الإعلام لتجميل صورة العراق التي أصابها الكثير، شابها الكثير من داعش ومن القاعدة ومن الحرب الطائفية على الهوية إلى الآن. نحن أمام مشكلة. أنت عملت موضوع ليس بسهل جدا، يجب أن نعمل مخرجات ومفردات. هذا الموضوع يجب أن يناقش في مؤتمر للنخب الموجودة الآن للأسف بالشتات. عندنا النخب استفادت منها، يعني العراق تأخذه طالب ابتدائية ثم تصرف عليه في المتوسطة ثم تصرف عليه في الثانوية، في الجامعة كتب ومستلزمات وملابس، والأهل يتعبوا حتى يكون جاهز. تأتي دولة خليجية تقتطفه ويصبح مديرا في مؤسساتها وينجز ويعمل. وعدنا أسماء كثيرة جدا لا حصر لها الآن. من مسؤول على هجرة يعني مثل إنعام كاتشي ومثل القتيبة الجلابي ومثل المخرجون الكبار؟ هم الآن يجولون بالمهرجانات ويأخذون جوائز وهم غير معنيين بالداخل. من مسؤول الآن على الذي نراه من خراب في شارع المتنبي كل يوم جمعة؟ يعني العالم من خوفها ومن
تعبها تأتي إلى هذا المكان الوحيد اللي يعطيها أمل أنه ربما نعود مرة أخرى. موضوع كبير جدا، أعتقد يجب أن نطلع بنهاية هذا الندوة يعني بنقاط مهمة جدا ننقلها إلى المسؤول، لنعمل لننتشل هذا المثقف وهذه الثقافة اللي بقت تقاتل من أيام الحصار إلى حرب الكويت، إلى دخول أمريكا 2003، إلى دخول العمائم والمحابس الآن، وإلى الآن وهي تعاني، والمثقف مهمش لا عنده يأكل وليس لديه ملبس يلبسه بشكل لائق، والسياسيين الصدفة لهم الفنادق واشتروا كل أوروبا. جميل جدا. طيب دكتور بلاسم، افتح السماعة حتى تسمعني زين. دكتور سعد تحدث بشكل الآن يعني بشكل كرجل مجروح، زين. فاحنا ما نريد ننكر الجراح، لكن تحدث عن إلغاء وزارة الإعلام. هل إذا استحدثنا أو رجعنا وزارة الإعلام العراقية راح تنحل مشاكلنا؟ أستاذ مهدي، خلينا يعني من حديث الشارع، خليني أقول لك شيء. هذا الخطاب التاريخي كان وزارة الثقافة، كان الجغرافيا تغيرت، الأفكار تغيرت تماما. يعني بالبلد الآن مثل واحد يتحدث عن بيتك عن بعد. المشكلة الكبرى هو الخطاب الإعلامي. لسنوات مضت سوينا مجموعة من البحوث على هذا الموضوع. الخطاب الإعلامي هو حقيقة الخطاب تعريفه البسيط هو مجموعة من العناصر في حقبة معينة تشكل بؤرة للخطاب. الخطاب العام هو خطاب أيديولوجي، يعني ما دام الخطاب أيديولوجي تطلع هاي العناصر الأخرى اللي تفضل بها الأستاذ فلاح والأستاذ سعد، أن هناك محطات فضائية تطلع صاحبها وذاك صاحب، بس هو الخطاب خطاب أيديولوجي. وما دام الخطاب أيديولوجي هناك خطاب للكراهية. يعني خطاب الكراهية نما عندنا بطريقة كان موجود ولكن دفين. الآن بدأ يظهر هذا الخطاب للكراهية علنا. يعني مثلا تلعب بهذا الخطاب مجموعة عوامل، منها الصورة، منها التزييف اللي يصير. تسويق خطاب الكراهية هو سكة خارج أخلاق الإنسان، ولكن إحنا نعيش بعالم براغماتي نفعي. نعم نعم اسمع. اكو صوت من الأستاذ فلاح. تفضل. فتسويق هذا الخطاب، خطاب الكراهية، هو هذا لب المشكلة اللي نعيشها احنا بالداخل. مثلا طبعا الخطاب الكراهية بتحريض لعبة الصحف والقنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي بتركيز هذا الخطاب. صرنا واحد يكره الثاني. سببه أو الدور الرئيسي كان به الإعلام الأيديولوجي. كل الإعلام العراقي هو إعلام أيديولوجي على الإطلاق، سواء كان علماني أو ديني، الاثنين. المشكلة اللي عشناها يعني مثلا شخص يكره شخص، أمر طبيعي ينافسه، ولكن يعمم هذا على المجتمع، بحيث إذا شخص تشوفه بالشارع يباوع عليك بطريقة غريبة عجيبة وكأنك عدو ما يعرفك. هذا سببه هو الإعلام، خطاب الكراهية، ردود فعل الأحقاد اللي أثارها الإعلام. لعبة الصورة دور كبير بهذا المجال. الصورة يعني نوعين، صورة حقيقية وصورة مزيفة. الصور المزيفة هي يعني وسيلة من وسائل هذا الخطاب. احنا دائما يعني لب المشكلة ما نعرفه، وشفنا احنا التظاهرات في ساحة التحرير أنا شفت موجود اكو نوعين من الخطاب. خطاب جغرافي يريد يعيش، اقتصادي، انسان يريد يعيش بالنتيجة، يعني هدفه يعيش، والثاني يقول له لا تعيش، ويحرض هذا هو تثور هاي القنوات الإعلامية كلها تساعد هذا مرة وتساعد هذا. ما عندنا خطاب متوازن إعلامي عقلاني. يعني الكراهية، واحد اسمه كادمن يقول حالة ذهنية تتسم بالانفعال.
هل ممكن هذا البلد يعيش إعلاميا على انفعالات صحفي؟ يعني صحفي ينفعل، يسب، يشتم، يحرض على هاي الكراهية. هذه هي مشكلة الإعلام وخاصة العراقي. يعني من بعد 2003 إلى الآن هو خطاب تحريضي، يعني خطاب تحريضي بدوافع ربما اقتصادية، ربما ما أعرف، اقتصادية، مادية، انتماءات. ما لا يوجد مهنية إعلامية حقيقية. يعني حتى نطلق جزافا، عفوا، يعني لا نطلق جزافا أنه ماكو، ولكن قليلة جدا من هو الإنسان المخلص. أقل تقدير ما يسمى المواطنة. فقدنا المواطنة بسبب الإعلام. يعني انتماء الشخص وصله الإعلام دور أنه يكفر بالمواطنة، يطلعون بالتلفزيون يشققون جناسيهم. سببه هو هذا الخطاب، خطاب الكراهية الإعلاني. والقضية الثانية هي التشهير الشخصي. يعني يطلع واحد ينظر على شخص معين وكل الإعلام يقب وياه باعتبار أخبار صحفية، وما يعرف هذا الشخص علميا صح أو خطأ. يعني هل هذا التشهير، الموجة الجديدة من التشهير بالناس وبالأفراد حتى على مستوى الأطفال، خلوا الشرطي والجندي والهذا اللي يطلع، عفوا، اللي يطلع عدو إله، عدو. يعني هذا خطاب الكراهية، خطاب الكراهية لا زال في الثقافة العراقية، وهذا يأثر اجتماعيا في مفاصل المجتمع. يعني ما عندنا ثقافة. دكتور بلاسم حبيبي، إذا سمحت لي، يعني ثمة مقولة تقول أنه إذا لم تكن فطنا فإن الجرائد وسائر وسائل الإعلام ستجعلك تكره المضطهدين وتحب الذين يمارسون الاضطهاد. فطنا شنو؟ يعني فطنا أنت تفرض أنه هذا عنده وعي ثقافي، يعني أنا وياك. لا بس إذا سمحت لي، الصور الآن اللي تجيك على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى هذا، أي فطانة هاي الإنسان من هذه اللي تجي مثل مي الكهرباء يوميا تدخل له ملايين الصور. هذه احنا نتحدث عن الإعلام العراقي. الإعلام العراقي أدواته بسيطة اللي تفضل فيه أستاذ فلاح. عندنا الساتلايت وعندنا الفضاء الافتراضي. المشكلة الآن، شوف أنت، مرة سوينا بحث عن التلقي بالعراق، يعني المواطن كيف يتلقى الآن. 80% نتيجة تحولات التعليم والثقافة، 80% لا يفقه شيء من هذا الخطاب، سوى ياخذ ما يفيده نفسيا. أنا ضد سعد، أنا ضد فلاح، أنا ضد أستاذ مهدي، أنا ضد فلان. هذا الخطاب ادخل على بالإعلام، ادخل على ادخل على يوتيوب البرامج، شوف مستوى الضحالة اللي وصلها الإنسان الثقافية بسبب الإعلام. طيب الإعلام. أستاذ فلاح، إذا سمحت لنا أستاذ فلاح، يعني أنت تشوف دكتور بلاسم يركز على قضية خطاب الكراهية. خطاب الكراهية صحيح هنالك وسائل إعلام تروج إليه، هنالك قنوات أنشئت لهذا الأساس، لكن ألا ترى أنه المواطن أو المتلقي أيضا يتحمل جزء من هذه الخطيئة؟ يعني أنا مع اعتزازي بكل ما قيل في هذا الجانب، أنا خلينا نوصف الأشياء حقيقة بواقعية عالية. احنا نتحدث عن الإعلام بمثالية حينما نقول المهنية. أنا حقيقة فكرة المهنية وفكرة الحياد هذه صعبة جدا في المزاج الإنساني، بس ممكن نقول هنالك نوع من الموضوعية. طيب أنا إذا مع حزب هو يمتلك الأموال وأنا إعلامي أريد أعيش وأعيش عائلتي، خياراتي شنو بالحياة؟ خياراتي إما أن أنتحر كما يحصل الآن. تعرفون نسب الانتحارات الآن في العراق في تزايد، وهذا لم يحصل سابقا، والسبب هو الشد النفسي والتوتر والضغوط الاجتماعية. فكرة الإعلام احنا مرات نسولف عنها بمثالية عالية، هي بعيدة عن أصل الفكرة. الإعلام معروف عالميا هو أداة للسيطرة على
الشعوب، أداة للسيطرة على كل الأشياء. أنا حتى أشيل المثالية، أنا رجال اشتغلت بهذا الجانب وأعرف المزاج الآن. ما فرضا خلينا نسولف بدقة عالية في أمريكا، لما CNN تتبنى خطاب والفوكس نيوز تتبنى خطاب آخر، نحن في الشرق الأوسط نحن أدوات للاستخدام، سواء الإعلام الذي يعتبر متقدم على العراق هو يأخذ من هاتين البوابتين، وهاتين البوابتين هنالك من يعارض لها وهو المعسكر المخالف لأمريكا برمتها، وبالتالي هنالك عدة بوابات. إقليميا نحن نقاد كقوة سياسية، باعتبار القوة السياسية على قولة نور سعيد يقول لا العربي لا ينال شرف العمالة، ولكن ممكن أن يكون أجير. 3/4 القوى السياسية الآن التي تمتلك المال وتقود الإعلام هم أجراء. وللمعلومات يعني أنا بتقصي عالي جدا منذ 2003، وكل حضراتكم يعرفون أنا أعمل مع الجانب الأمريكي في هذا الأمر، وبتقصي عالي أقول، وأنا كنت الصبح نطلع نتمشى بريمر ويانا، والقوى السياسية حاولنا نمشي أنا والأسوشيتد بريس ورويترز وفرانس بريس. أنا كنت ألاحظ هؤلاء كيف يتصرفون مع بريمر. أنا أسأل سؤال للجميع وأنا سأجيب عليه: هل أن إيران لا ترضى أن تبنى مدرسة في العراق؟ الجواب كلا. أنا دائما أقول للقوى السياسية ويسمعوني الآن كلهم، قلت لهم إيران وتركيا ودول الخليج وأمريكا وكل أوروبا تحترم من يحترم وطنه. هؤلاء تشوف يطلع سياسي عراقي هو بالحكومة العراقية، يطلع للدولة اللي داعمته يحكي على وزير آخر. احنا الآن في مرحلة تجزئة الهوية، واللي قال عنه الدكتور قبل شوية، الآن من ضعفت الدولة وأدوات الحكومة، الآن بات المواطن يبحث عن هويات أخرى، العشيرة والانتماء لمجموعة مسلحة والانتماء لمذهبيته ولطائفيته، وهذا طبعا هي عوامل خارجية تعمل فيها القوى الناعمة. وكنا نعرف الآن العراق يراد له أن يصل إلى مرحلة الهشاشة، ثم بعد ذلك يحرك، بدل ما أنا أجي أقاتله أحرك شعبه عليه وأحول الناس إلى ذئاب بالحكومة المتناقضة. لا توجد لدينا حكومة لأن الحكومة أمن خدمات، لا توجد لدينا دولة لأن الدولة مؤسسات، وبالتالي الأزمات تنتقل من مكان إلى مكان آخر، ولا توجد أي خطة لدى هذه الحكومة. فالإعلام هو ابن هذا الواقع حقيقة. طيب دكتور سعد، يعني زميلنا أستاذ فلاح يقول لا توجد لا حكومة ولا مؤسسات ولا. طيب كيف راح نطالب احنا وزارة الثقافة أن تنهض بالمركز الثقافي؟ يعني احنا شوية ذهبنا على الهوية، صار الموضوع غير موضوع، احنا نناقش موضوع الثقافة. حقيقة ما تقدر انت على هذا الوضع الذي تعيشه مؤسسات الدولة بهذا الشكل والمؤسسات الخاصة أيضا، لا يمكن أن تعمل أي شيء للثقافة العراقية، لا يمكن أبدا، لأن موضوع تسويق الثقافة والنشاط الثقافي إلى الخارج هذا موضوع يحتاج لشغل مؤسسات وتنسيق وأموال ليست بالكثيرة، لكن على الأقل في مؤسسات تكون موجودة. الآن يعني واضح جدا في يعني شيء نوع من الترميم للثقافة، يعني وهي مستباحة يعني في كل مكان، يعني لأنه الخطاب الديني الغيبي للأسف وثقافة الممنوعات والتبوات المحرمة كلها مفروضة على هذه المؤسسات من بعض المؤسسات الدينية على أغلب هذه المحطات. وللأسف يعني أتعجب على مجموعة من المحطات تقاد من خارج العراق، خطابها خطاب يختلف عن خطابي وخطاب دكتور بلاسي، دكتور عبد الحميد، دكتور يعني الموضوع ما يعني تماما يأتينا كأن هناك من يؤسس لنا إعلام جديد وثقافة جديدة.
الموضوع بحاجه الى مناقشه حقيقيه. الاعلام والمثقف، هل موجود مثقف؟ نعم موجود. هل ينشط بكل هذه بالكتاب وبدور النشر وبالتشكيل وبالسينما؟ احنا عندنا افلام فازت في مهرجانات دوليه، عندنا هنر مثل العراق في مهرجان كامل سينمائي، مهند حيال فاز بالجائزه الاولى في مهرجان القاهره وفي مهرجانات اخرى. يعني موجود عندنا المثقف، بس من يرعاه؟ هل الاعلام ترعاه؟ هل هي تلمع صورته؟ القليل جدا الان. حتى حجم الثقافه والفنون حتى هذه صارت مدروسه، وطلع هذا والغي هذا، يعني كانه في شيء مقصود. فالاعلام يستطيع ان يعمل هذا الخراب الموجود؟ اعتقد الموضوع اكبر من ذلك، وبحاجه مو وزاره اعلام، يعني على الاقل مجلس اعلى للاعلام، على الاقل شيء واضح يكون في ناس مهنيين مختصين يديرون العمليه، وليس من خارج الاعلام وياخذون مثل ما موجود في مجلس الامناء الان. طيب جميل جدا. مجلس اعلى للاعلام، دكتور بلاسم، دكتور بلاسم ليش تطلع انت؟ لا تطلع، خليك ويانا. اوكي ماشي. طيب احنا ننتظر دكتور عبد الحميد، يعني يبدو صارت عنده مشكله، ما اعرف، هو بلندن المفروض النت عنده قوي، يعني ما عنده هاي المشكله. دكتور سعد طرح موضوع جدا مهم، قال هسه يعني اذا ما قدرنا نسوي وزاره للاعلام حتى لا يقولون هذا يعني اكو رقابه وسلطه وكذا، اكو مجلس اعلى للاعلام، هل بالامكان تحقيق هذا؟ وشنو الاشتراطات حتى نوجد هذا المجلس؟ اي مجالس استاذ سعد حبيب قلبي، اي مجالس. هو الدوله ما حد يسمعها، هو المجلس الان يقرر، والدوله غير الدوله ما عندها صوت. شنو مجلس؟ احكي لي انت الان. يعني تفضل استاذ فلاح قبل شويه حكى عن الاعلام العالمي وحركته، طبعا مفهومه هاي، يعني لا يوجد اعلام مو برغماتي ونفعي، اكيد كل جهه لها هذه بديهيات المعرفه، ولكن اسال هذا السؤال. انا اقصد الاسلوب، يقول الاسلوب هو الانسان. مره تطلع انت تناقش شخص الاسلوب تريد توصل له خطاب معين مليء بالضوضاء والشوشره، هذه الثقافه المتخلفه سوت لنا مشاكل. اضرب لك مثل على العماره، كل الناس تريد تبني، اذا ماكو بلان خطه للمدينه، شفنا ايش دا يصير، البيوت تشبه الكيسات مال الكمبيوتر. سبب ثقافي. انا اتحدث عن شيء اكبر من تقنيات الاعلام. تقنيات الاعلام معروفه، يعني كل شخص يروح يشتغل يريد يعيش، طيب وهذا المعماري ايضا يريد يعيش، والفنان يريد يعيش، نقوم نرسم صقر وخيمه. يعني هي هاي الثقافه السائده الان في الاعلام وفي الفن وفي الثقافه. هل هي هاي الثقافه الانسانيه؟ كيف ترتقي الامم؟ يعني حتى لا نروح بجانب تنظيري عالي، انا اقول اكو اللي تفضل به استاذ فلاح استاذ سعد هو جلد الذات. خليني اوصل لك هاي، اكو منصات اجتماعيه الان نلتقي بها، عن حقيقه هي تشبه منصات اعلاميه للبلد، يعني نقدم احنا عطانا ويدخلون العرب والاجانب وشيء من هذا القبيل. لم اجد عراقي ما جلد ذاته وسب بلده وبدا يحكي عن شكو قضيه سخيفه بالبلد، وكانه انا هذا القصد الاسلوب ثقافه الفنان. يعني انا الان اعيش بالعراق، هذا مثل بيتك، تقبل واحد يحكي على بيتك؟ يعني هذه الثقافه اللي ينميها الاعلام، انه ثقافه ابسط شيء هو ثقافه المواطن، مو المواطنه، انك تعيش في منطقه معينه. الاعلام شو يسوي؟ يأجج، يخلي انت وصاحبك بصفك بس تشتمه. اقرا المقالات الاعلاميه الثقافيه في الصحف والخطاب الاعلامي العراقي في الفضائيات. قلبوا الفضائيات وشوف كيف ما هو الخطاب، ليس فقط التحريضي، جلد الذات. اول ما يطلع المواطن علموه اللي تفضل به استاذ فلاح كلش مهم، ابويه الدوله الاب تعطي وتمنح، وكان احنا نعيش فتره الاربعينات الاشتراكيه.
يعني ما يخلون ثقافة حب الذات عند الإنسان، حب الآخر. اقرأ المقالات الثقافية يا أخي، اقرأ المقالات الثقافية، كارثة المقالات اللي تكتب الآن والتنظير المتخلف. وشوف حجم القدرة الذهنية للإعلامي العراقي. لا نحكي عن المواطن كل العالم بمواطنين وبأمية وبزينين وبمتخلفين، كل العالم كل البلدان. اكو بلدان ثريه ما عندها عقل، واكو بلدان فقيره عندها عقول. ما لها علاقه هاي بالتلقي، نظريه التلقي بالاعلام. الان اصبح الفضاء مفتوح والناس كلها تسمع. انا قصدي من هذا الكلام انه هناك اذا ما تصير ثقافه بالاعلام، ثقافه عند الاعلامي، يعني ثقافه عند الاعلامي، يطلع الاعلامي وكانه هو بالمحطات وبعض باليوتيوب او شيء كانه مهرج، يعني يعتقد هو دوره مو اعلامي، يوصل خطاب معين، يوصل رساله معينه. طيب. يطلع مهرج. طيب يعني هذا الاسلوب انا قصده، الاسلوب مو التقنيه ولا البراغماتيه ولا النفعيه. طيب استاذ فلاح، انت اشتغلت في قنوات يعني مهمه، يعني العراق متصدر الاخبار في قضايا المفخخات والقتل وكذا، وهو يمتلك ما يمتلك من منابر اعلاميه كبيره، يعني يمكن اكثر من 70 قناه فضائيه عندنا بالعراق، وهذا رقم قياسي حقيقه. لكن على الخارطه في الجانب الاخر ما موجودين احنا، يعني شوف العراق المحطات الدوليه من تتناول العراق ما تحكي عن حركه مثلا بناء عماري او مهرجان سينمائي او يعني مهرجان مسرحي كبير، تتحدث فقط عن قضايا الاغتيالات والقتل وكذا. من يتحمل خطيئة هذا الموضوع؟ هل الإعلامي فقط في تصدير وتسويق الأخبار المنقعة بالدماء، أم هي السياسي يتحمل هذا؟ وإحنا ما برنامجنا مو سياسي، تعرف أنت برنامج ثقافي فني. من يتحمل هذا؟ وكيف نقدر أيضا إحنا نحتفي بجمالنا بأخبارنا المفرحة ونسوقها عالميا؟ شوف عزيزي، بالنسبة للإعلامي أن تقول هنالك سقوط ثلج في النرويج أمر طبيعي، لكن من تقول سقوط ثلج في مدينة الثورة، يعني هذا هو بالنسبة لنا كإعلاميين هذا هو الحدث المهم. بس خليني أقول لك قصة. سألني فؤاد معصوم رئيس الجمهورية له الصحة والعافية، قال لي شنو الحلول باعتباركم صناع رأي؟ قلت له فخامة الرئيس أنتم مو دولة، لأن الدولة مؤسسات، عندكم مؤسسات؟ قال لا. قلت له أنتم مو حكومة، لأن الحكومة أمن وخدمات عندكم؟ قال لا. قال إحنا شنو؟ قلت له أنتم أقرب إلى جمعية خيرية، منظمة مجتمع مدني، يصير فيضان تعطون فلوس، يصير نزوع تعطون فلوس. قالوا شنو الحل؟ حتى أوصل لك الفكرة ببساطتها اللي حكيتها. قلت له الحل فخامة الرئيس ستأتيكم رشيدة مكتوبة إقليميا دوليا كونيا ستصلكم وستسيرون عليها. لأنه تعرف إحنا لما أنت نريد نسولف إحنا كخطاب كمثقف كنشأة ثقافية حقيقة، حتى على مستوى الوكالات. أنا من الناس كنا نغطي، كنت مراسل، اروح كل ما يفتح ابو الايس كريم اروح لعاده الحياه في العراق، اول ما يطلع التقرير ثاني يوم الصبح ثاني يوم بالليل يهجمون القاعده ويفجرون المكان، اكثر من مكان حقيقه. فصار كانما انا دليل على قتل الناس. وقفنا هاي القصه، قمنا ما نسولف فيها، يعني لانه كل ما تنشا شيء من الخضار ثاني يوم يتفجر، وكأن هنالك وسيلة. اثنين، أنا حقيقة أسأل الدكتور بلاسم وأيضا للإخوان اللي معانا فكرة المواطنة حقيقة في العراق مبنية على أن أموت في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل القائد وفي سبيل السيد وفي سبيل الشيخ. فأنا مشروع موت حقيقة في بلادنا. بينما فكرة المواطنة في أوروبا، ويفهم ما أقوله الأستاذ سعد المسعودي والأخ عبد الحميد، فكرة المواطنة مبنية على أعطيك وآخذ. لهذا
انا من ادفع ضريبه اسعى للحفاظ على الشارع وعلى المدينه، باعتبار انا دافع الضريبه بهذا الشارع. انا ادوس 3 ساعات حتى تجيني سياره اسعاف وسياره نجده وسياره حريق غصبا علي، لان انا الدافع. وتتذكرون كانت الافلام الاجنبيه بالسابق لما الشرطه يطرق الباب يقول له ماذا تريد؟ انا مواطن شريف ادفع الضرائب. هذه ما موجوده عندنا. اثنين اكو قضيه مهمه تطرق لها الدكتور قبلي، وهي قضيه البناء. المعمار يعكس اخلاق مجتمع. نحن بعد دخلنا للكويت والحواسم اللي سويناها بالكويت، دخل موضوع الدبل فاليوم اللي هو خارج عن سياقات التصاميم في العراق. وراها بدت 2003 هسه حتى مو دبل فاليوم، هاي بغداد قاموا يجيبون هذا الكوبون ويخليها. حتى تريد تدرس الاخلاقيات، المنظومات القيميه، الثقافه، بعد كم سنه عما حل في بغداد وفي العراق، عليك ان تقرا طراز البناء وما يحصل في بريطانيا الان. ويعرف الاستاذ عبد الحميد الواجهه يحافظ عليها، هذا امر، ولكن من الداخل اصبحت علب سردين بسبب الزحامات يعني. فالقصه حقيقه قصه اكبر من فكره المثقف وحده او الاعلامي وحده يستطيع ان يقود. طبعا احنا ننتظر استاذ عبد الحميد الصالح يلتحق بينا، ما اعرف شنو المشكله، ان شاء الله حلها سهل. استاذ سعد، دكتور سعد المسعودي، لو رشحناك احنا الان بالاتفاق مثل ما واحد من الاخوان كاتب بالتعليقات انه هذا وجه من اوجه البرلمان العراقي الحقيقي بهذه الوجوه النيره والمهنيه، لو احنا اتفقنا ورشحناك انت رئيس مجلس اعلى الاعلام، ايش راح تسوي لنا من خطوات؟ اولا وين عبد الحميد؟ لانه افتقدناه بصراحه. احنا ننتظره والله، ما اعرف دخل ورجع طلع مره ثانيه. راح نخلص وهو عيني نائب سعد، عيني نائب لا تنسى. عفوا مهدي، لانه يستحيل تقدر، يعني انا عرض علي اكون على الشبكه واكون على كذا، بس ما تستطيع ان تعمل بهذا الظرف، لا تستطيع ان تعمل بشركه. وانا بهني الاخ نبيل انه وافق على هذه المهمه، ويمكن انت ايضا عرض عليك بمهام كثيره. لا يمكن اخي، انا الان انت حكيت اشياء مهمه، ولو عنوان الندوه انا فهمته غير موضوع انه دور الاعلام بدعم الثقافه. نعم. اليوم لما انا في فرنسا واشوف اثاري العراقيه موجوده في المتاحف اللي ازورها في المانيا، بوابه اشتار، في اللوفر، هذه الاثار، وفرنسا تعمل سياحه ثقافيه تكسب بالسنه 56 مليار يورو. نعم. على هذه الاثار تكسب فرنسا سنويا قبل كورونا 56 مليار يورو سنويا. هذه السياحه الثقافيه تاخذها دوله عربيه وتنقلها وتعمل لوفر رقم 1 في ابو ظبي، في جزيره اسمها سعديات، جزيره مهمله كانت مليئه بالثعالب والسلاحف والضفادع، عملت منها ايقونه للعالم الان ومزار سياحي. فبتستثمر بالثقافه، تصير سياحه ثقافيه في ابو ظبي. هذا مشروع عظيم. وانا اثاري، ومن الاثار اللي الموجوده في ابو ظبي هي اثار عراقيه. ولما انا اتالم لما اشوف اثاري موجوده بكل متاحف العالم وتكسب المليارات، وانا ما عندي متحف ياخذ اثاري اللي ضيعت واللي سرقت كذا. فاذا هذا جزء من الثقافه. حتى تعمل هذه الثقافه لازم تجمع اثارك، ارثك الانساني ينجمع بشكل تعاون دولي بشكل من الاشكال. وايضا انت كدوله حاربت على اهم يعني تنظيم سري هو داعش في مدينه اثريه اسمها الموصل، وسرقت هذه الاثار، قسم منها قسم بسيط جدا 1% اللي يعيد. ولكن الان من اروح على المزادات العالميه واحنا مجموعه 3-4 اشخاص
اشوف المزادات تباع اثاري وابلغ الشرطه اقول هاي اثار عراقيه قاعد تباع الان وتقبض عليها. الان موجوده عندهم وهي تنتظر من يجي يطالب فيها، ولا سفير اليونسكو يطالب ولا اي شخص يطالب بها. اذا انا كمثقف واشوف الثقافه مالتي قسم يسوقها بشكل صح، وانا ثقافتي ما اقدر اسوقها بشكل صح كاعلامي، هذه مشكله كبيره. يعني لا اليونان يقدر، لا البرلمان يقدر يعمل شيء، ولا مجلس الاعلام يقدر يعمل شيء الا اذا احنا صلحنا الخطاب السياسي، الخطاب الثقافي الاجتماعي، وتبدي عندنا دوله تحترم الدوله. يعني اموال الدوله تبنى بها المؤسسات الثقافيه والخدميه، ونبني مجمعات نسكن بها الناس الفقراء. نعم. ويصير سلم مجتمعي في العراق. من يصير عندك سلم مجتمعي بالعراق تستطيع ان تعمل كل الاشياء البقيه. بس اذا انت ما عندك رواتب تدفعها نهايه الشهر، وتريد تحافظ على منتجك الثقافي، وتريد اعلام يدافع على هذا المنتج الثقافي، هذه مقاربه غير صحيحه. دكتور سعد اذا سمحت لي، يعني انت هيك ظلمتها علينا بصراحه. انا اريد ايضا بارقه امل. ليش اذا سمحت لي؟ صديقنا فلاح الذهبي قال كلام جميل، يقول قلت السيد المعصوم وهو رئيس دوله، قلت له انتم مو دوله، جمعيه خيريه. طيب هذا يعني اي متلقي في اي مكان بالعالم يسمع صحفي يتحدث مع رئيس دولته بهذه الروحيه وبهذا الاسترخاء، يقول انه هذا اكو اعلام حر. اخي مهدي، طيب. اولا فؤاد معصوم ما الذي عمله للعراق حتى اسميه رئيس دوله؟ انا طب مو هو اعطيني منجز واحد هو رئيس دوله. لا اذا سمحت لي، بس هو ياخذ راتب. ايوه اوكي، احنا اغبياء وانطيناه راتب ومخصصات، ومن اجنا اللي فرنسا عمل لنا مشكله دبلوماسيه. بالعرف الدبلوماسي انه لازم يكون الرئيس وبنته معه والسفير بجنبه، هو رفض الا تكون بنته بجنبه. لا، الموضوع اكبر من هيك يا اخ مهدي. الموضوع مو موضوع رئيس، انا يكون رئيس يعني جمال عبد الناصر رئيس كبير، طبعا كلنا نقف معاه لانه تقدر تفهم من عنده، بس رئيس دوله ما عمل شيء للدوله. بس هذا يدل على انه حريه بالراي. هسه بغض النظر، هو اغلب الرؤساء ما يقدمون لشعوبهم، يعني حتى نكون منصفين. يعني اكو استثناءات، مثلا في اوروبا، لربما في امريكا، تحس انه انت اكو منجز بالشارع، اكو مستشفى حديث. معلش يعني يا اخي مهدي، يعني انا قعدت مع الكاظمي بزيارته قبل 3 أسابيع الى باريس، قعدنا قعده يعني طويله وفهمت من عنده اشياء كذا. يعني الموضوع ليس بيد فؤاد معصوم ولا بيد الكاظمي ولا بيد ذول الناس اللي موجودين الان. الموضوع موجود، يمكن حكى عليه الاخ بلاسف، موضوع بالقاعده جوا. احنا صار سنوات الان المواطن فاته تعليم وفاته ثقافه وفاته يدخل بالمجتمع الدولي ويشوف، لانه امواله مسروقه وهو مسروق. فانت اذا هو مسروق وامواله مسروقه، شلون تعمل من عنده مثقف وتجي يعني تقدم للعالم كانه اعلام خارجي لصوره العراق بشكل غير داعش والقاعده والتفجيرات والخصم اللي يصير في العراق. يحتاج عمل جماعي، لجنه اعلام، لجنه ثقافه، قصور الثقافه. لازم كل مدينه، كل قريه بها قصر للثقافه، ندخل دول الشباب، نجيبهم من المقاهي ومن المخدرات ونقعدهم بهاي قصور الثقافه، ونبدا نشتغل معاهم. اللي عنده موهبه تشكيلي نغذيه، اللي عنده كتابه معاه نوفر له طباعه، ونكون شعراء ومثقفين. لازم نشتغل على هالاساس هذا. اما ما عندك قصر ثقافه وما عندك مكان تجمع به الناس من المقاهي وتريد تعمل منجز اعلامي وثقافي، هذا غير ممكن. يعني صوره سوداويه، بس هذا الواقع بصراحه. طيب خلي ناخذ اراء اصدقائنا وتعليقاتهم اللي تابعوا ويانا الان وما زالوا يتابعون الحلقه. نبتدئ بصديقنا ثار القيسي الاعلامي والكاتب، يقول لي: الشرف بان اكون اول المعلقين بالترحيب بقاماتنا الاعلاميه الرائده وبالاستاذ مهدي العزيز. يشرفنا ان نكون معكم
في حلقة جديدة من وقفات تحياتي. طيب أستاذ شهاب الحسان وهو مهندس صوت يقول تحية حب وتقدير المواظب المتفاني الذي صنع برنامج وقفات متحديا كل الصعاب الأستاذ الرائع مهدي البابلي المحترم، وتحية للنخب الرائعة من الإعلاميين والمبدعين العراقيين الكبار، الأستاذ الإعلامي الرائع المتألق سعد المسعودي المحترم، والدكتور عبد الحميد صالح الإعلامي والشاعر والباحث المتألق، وأيضا دكتور بلاسم، وأستاذ فلاح الذهبي طبعا طافر اسمه يعني مدير سكاي 7 سكاي المحترم، والأستاذ فلاح الذهبي ومدير قناة 7 سكاي، وطبعا الفنان والمتألق صديقنا الدكتور بلاسم. طيب نرجع على صديقنا حسن عمران كيف، فنان تشكيلي وشاعر، يقول ترحيب كبير بعمل الثقافة العراقية. ومن استراليا الكاتب والفنان المهم عباس الحربي يقول تحية لرجال الإعلام، نشتاق إليكم وشكرا لمهدي أن يعيدنا لزمن الصحبة النبيلة، تحياتنا لك. وطبعا رغم من فارق الوقت عندهم الساعة يمكن 5 الفجر الآن باستراليا. صديقنا من ألمانيا محمد الجبوري نسى يمكن يكتب في شيء. طيب ستار السعداوي من بغداد، أستاذ ستار يقول تحية كبيرة لجهودك مهدي البابلي الإعلامي المميز ومحبة بحجم إبداعهم، فلاح الذهبي وصاحب الصوت الجميل والطلة المميزة سعد المسعودي، وعبد الحميد الصائح الذي عرفته منذ مسرحية الدخول خروجا، والتشكيلي المميز بلاسم محمد. يرجع صديقنا أستاذ حسن عمران كيف يقول مهم جدا وضروري تثبيت نتائج وتوصيات عن هذا اللقاء. الذروة اختيار متكامل ضمائر تتحدث عن الوجع العراقي ومن أقطار شتى، الولايات المتحدة، أوروبا، عراقي الخارج، عراقي الداخل. أحبتي أمامكم مسؤولية كبيرة لتكن أوراقكم كما ينبغي لها أن تكون، ولنزرع موسما آخر ليس ككل المواسم. أنتم الآن برلمان العراق وهيئة مستشاري حكومته، بصدقكم وصراحتكم المعهودة ونبلكم ستكونون ممثلا مسؤولا عن همومنا. لا أنا لست مبالغا، نعم هكذا أرى هذا اللقاء المبارك، أتمنى أن يستمع إليه كل العراقيين. أحدثه اللقاء. طيب عندنا وين عبد الحميد مهدي؟ وين عبد الحميد؟ دكتور عبد الحميد وين صار؟ والله أنا مثلك جاي أنتظره، يعني أنتظر يلتحق بينا، وراح أحاول أأمن اتصال وياه. ست أسيل من قطر، أسيل سامي تبعث بوردة وهي معانا بالحلقة، وإن شاء الله راح تكون عندها إطلالة أيضا ويانا. أستاذ عبد الحميد يشاهدنا. دكتور عبد الحميد يعني إذا سمحت تدخل، لأنه محور مهم جدا أنت تمتلكه، فيا ريت ترجع تعاود وأنت تشاهدنا الآن. طيب صديقنا علي الطرفي من سويسرا يقول يعني نخلص من مشكلة الإعلام العراقي الشمولي، نرجع لإعلام الأحزاب. طيب يرجع صديقنا تار القيسي يقول أحببت أن أدون رأيي فيما يخص المنظومة الإعلامية إن صح التعبير ودورها في المشهد السياسي المرتبك، كذلك المشهد الثقافي الشبه مغيب، وأوضاع الفن وما إلى غير ذلك من بنى المجتمع الذي تضرر أيما ضرر بسبب التوجهات المتعددة، ليس على مستوى الخطاب الإعلامي بل على مستوى تجير مختلف الوسائل الإعلامية، كل لانتمائه السياسي للأسف. لذلك نجد تلك الهوة العميقة التي أوقعت مجتمعنا في وهد الانقسامات الاجتماعية المؤلمة، فضلا عن أي الولاءات المتعددة ومسيسة للإعلام، أثريت من خلال التحريض على قمع أنبل وأكبر ثورة اجتماعية استطاعت ما تكمله بعدين أقدر أرجع لها حتى لحق. عباس الحربي يقول عملت ملحمة درامية عن تحرير الموصل، لا أعرف أي جهة ممكن أن تصنع هذه الأوراق ونحن نقترب أن نأخذ منها للأبدية. طيب حسن يرجع يقول سؤال أول، الإعلام يؤسس لفضاء سياسي أم يؤسس لفضاء وطني؟ وما الفرق بين الفضائين بالنسبة للمواطن؟
دكتور بلاسم جاوب وبعدين استاذ سعد. أنا بهذا الفضاء حقيقة يعني الليلة يعني سودت الدنيا بعيني، خاصة أنا هنا يعني من أسمع هذا الكلام. أنا أريد أوصل رسالة. بالعكس احنا نريد نبعث عن الأمل، أنتم الآن يعني شموع للأمل. خليني أقول لك شيء واحد. تفضل. الثقافة هذا البلد ولاد، البلد ولاد. أنا بنص الجامعة وبنص الطلبة وبنص المتظاهر بنص الدنيا. تخيل سوينا دراسة أحكي لك كيف يفكر الإنسان ثقافيا. سوينا دراسة عن التماثيل الموجودة في بغداد اللي هي من القمامة، من الحرب، من القمامة. طلعت 63 تمثال. لا أحد إعلامي قال أكو تماثيل اللي هي أفضل من أي مدينة أخرى عربية. لا أحد. تماثيل هائلة من القمامة، 63 تمثال في بغداد. كان جبتوا مسؤول يفتتح هذه التماثيل وكان جبتوا الكاميرات والإعلاميين. لا أحد يأتي ولا أحد يذكر ولا أحد الكاميرات ولا أي شيء. أقول لك شيء ثاني. طيب. مع الدراسات والبحوث والكتابات الآن الموجودة بالعراق، احنا على تواصل ويا الجامعات العربية. البحوث الآن الموجودة بالعراق، أنا أتحدث عن الشعب، أتحدث عن الشعب يعني خارج نتحدث عن الثقافة العامة. أكو ترسبات ثقافية، يعرف أستاذ سعد هو كان وياي موجود، ترسبات ثقافية عمرها طويل، كل واحد شايل له 7000 سنة معرفة. بلدان متخلفة فنيا الآن، الفنانين العراقيين مكتسحين العالم. أنا أحكي عن كيف يسهم الإعلام في تثوير هذه الثقافة، تثويرها. نعم. مرة كنت في عمان قاعة الأورفلي، طلع أحد الإعلاميين، أنا جاي لعمان زيارة، طلع أحد الإعلاميين يتحدث لي عن البيوت التراثية في بغداد، موضوع البيوت التراثية في بغداد. نعم. طلع قال بغداد كلها وايرات وكلها هذا وسيان وما أعرف إيش، جلد بلد جلد هويته. فقمت له قلت له يا أخي كلنا نعرفنا، احنا نعرفهم، ذني نعرفهم كل شيء. احنا مرينا بلد، لا يعني الحمد لله اكو بلد، لو مر باي بلد بالعالم الان كان الانسان الان ما يقدر يجوا. بلد متحرك، ولكن دور الاعلام تسليط البؤره الاعلاميه هي بؤره متخلفه، اهمها جلد الذات. يطلع الان الاعلامي يشتم بينا برا، انتم قاعدين بالزبل وانتم قاعدين وهذا، وتعالوا شوفوا سويسرا وتعالوا. شنو الحقل المقارن هذا المتخلف؟ شنو هذا الحقل المقارن؟ احنا الان علينا اعاده انتاج انفسنا استاذ مهدي. احنا الان نفتح باب لانتاج انفسنا ثقافيا. الاكل ثقافه، السلوك ثقافه، اللغه ثقافه، الاعلام ثقافه. بمعنى البناء الثقافي يبدا من التعليم ويثور الاعلام. أنا ما أحكي مثاليات، ولكن أقول الآن بالعراق بلد بمئات الأشياء. أنت شفت التظاهرات ايش سووا، والطلبة طلبة الفنون ايش سووا؟ نعم. شارع هذا النفق أمانة بغداد رادت تسويه، واليونسكو دفعوا $160,000 حتى يرسموا لهم كم رسم، رسموا طلابنا مجانا. صح. هذا الموضوع، أنك كيف تستثمر هذه الطاقات وكيف يسلط الإعلام على البؤرة الثقافية. إما هذا الكلام العادي كل إحنا ندري، إحنا كهرباء ما عندنا، إحنا ما أدري إيش، أمر طبيعي كل الناس تعرفه، يعني مو شيء جديد. أنا قصدي من هذا الآن حكى أستاذ سعد على المتنبي. يا أخي البحوث اللي دا تنطبع الآن بالعراق بالآلاف أفضل من نص وطنك العربي بالإنجاز. ما حد يقول مرحبا، هذا مال من. كل الأساتذة والفنانين والهذا يشتغلون من الصبح لليل مجانا، أنا واحد من عندهم، نشتغل تبرعا. أنت الآن حتى تبني بيتك، حتى تحترم، أنت لا تشتم بيتك بالإعلام فقط. روح صير ايديولوجي، عندك انتماءات، شو تريد تسوي سوي، لا تشتم بيتك بالإعلام. لأنه هذا التراكم من الشتائم والجلد الذات يخلي نظرة العالم لك تحتقر، يعني تحتقر. يعني ليش هذا
اول ما تفتح الصحيفه، اول ما تفتح المحطه هاي، الناس بالشوارع وجوعانه. طبعا الناس ندري جوعانه وما عندنا رواتب ووضعنا الاقتصادي ادارته سيئه. احنا عندنا مشكله اداريه سواء بالاعلام او بالفنون التشكيليه او بالفنون المسرحيه. اعطيك نموذج واحد، الاغنيه العراقيه هاي التصفيق الان غزت الوطن العربي. يا اخي ما حد يقول بالمعركه الاغاني لعبت دور كبير جدا. ذول المطربين ناس شباب يجون يغنون ويطلعون، ماكو واحد قال لهم مرحبا، ما حد كتب له مقال عنهم قال يابا ذول ترى شباب متبرعين يروح يتداين ويشتغل. يعني هذا الخطاب الاعلامي هو هذا الخطاب اللي حقيقه نفسيا حتى احنا مدمرنا صراحه. على ذكر الاغنيه، خلينا نشوف دور الاغنيه ايضا في وقت بغداد عاصمه الثقافه 2013 على قولتهم، يعني بال 2013 صرف مبلغ مثل ما قال الاستاذ سعد نصف مليار. استاذ مهدي حبيب قلبي، بس اذا سمحت لي ثانيه واحده. الثقافه اي عاصمه الثقافه كوما متخلفين. واحد من عندهم كان وكيل وزير، رحت له قلت له سوي سيديات عن بغداد وتاريخها واشيائها ومعالمها ووزعوه للناس اللي يجيكم. قال لا احنا نوزع عليهم من السمه وبقلاوه. دكتور هذا الماضي وهي التفاهات مالتهم اتركها. احكي لي الان كيف يسهم الاعلام في بناء انفسنا ذاتنا. احنا اللي بالداخل الان يعني متدمرين نفسيا، ويجي واحد بالاعلام يطلع يوميا يحكي لي عن الماضي والتاريخ. جغرافيا تغيرت، الكون انقلب. الشاب الان بنطلونه مشقق وحاط بداناته ويمشي بالشارع يريد يتونس، ما له علاقه منه انت وين رايح، انت لمن تنتمي. هسه تنزل بالثقافه العراقيه بالشارع العام. اليوم انا كنت بالكرادة، انت فينك تحكي عن كلمه واحده سياسيه او شيء يكفر بيك لانه المواطن جزع مل. طيب. هو هذا. خلينا نشوف هاي الاغنيه اللي هي يعني كانت وليده بغداد عاصمه الثقافه. اخ مهدي ممكن نجاوب الان لانه كلام الدكتور بلاسم مهم جدا. الان نروح نشوف الاغنيه ونرجع له. تريد تجاوب؟ لا احنا عندنا غيرها الاغنيه خليها، لانه احنا الان عندنا الموضوع الرئيسي للحلقه. نعم، يعني الان في كل مؤتمراتنا يستحيل مثلا انا بسمح اي واحد يتكلم على المثقف العراقي او يتكلم على بلدي وعلى مدينتي. انا بعتبر لحد هذه اللحظه عندما يضيق عندي الوضع واحتاج اكسجين اجي على بغداد. يعني هذا اذا ما اجي على بغداد يصير عندي مشكله، يصير عندي انتاجي يكون غلط، كتابتي تكون غلط، يعني كل شيء تخربط عندي. احنا رغم كل الهفوات اللي بالعراق احنا افضل من كثير من الدول العربيه وافريقيه. احنا بعد لانه جذورنا قويه مثل ما نقول، بس احنا نطمح ان نكون افضل. خلي اذا هذه النقطه خلي ننطلق منها، انه امام هذا اللي دا يصير شنو المطلوب الان منا احنا كاعلاميين وكنخبه ان نعمل. لازم نخلي نقاط، نعمل مؤتمر ملتقى الدوله تقوم به، لازم تسمع ابنائها بالخارج وبالداخل ما الذي يرونه للخروج من هذه الازمه الكبيره الهوه الكبيره بين الاعلام والثقافه، وين الخطا موجود، وما يحتاج الى مبالغ كبيره واشياء كثيره مثل ما يصرف على المؤتمرات التعبانه هنا وهناك. يعني ممكن نعالج هذا الموضوع وممكن نطلع بمقربات وممكن ان نلقي حلول للمثقف العراقي. ليش ما مخدوم؟ ليش دائما مهمش وانجازه كبير؟ يعني احنا فزنا بكثير جوائز بالكتاب، بالرسم، بالتشكيل، بالسينما، لكن اعلاميا مظلوم. من كنا محطات ارضيه ومن صرنا فضائيه، والى الان العالم تغير والسوسيولوجيا يعني السوشيال ميديا صارت تعمل كل شيء. هذا حتى التلفزيون الفضائي حيلغى وكل شيء يبقى بالتليفون. ممكن نعمل اشياء مهمه. انا اتفق مع حضرتك، وهذه النقطه نثبتها احنا في برنامجنا الان، نطلقه بصوت واضح وصريح جدا، واعتقد آلاف الناس يؤيدونه. وحضراتكم في المقدمه دعوه لاقامه مؤتمر اعلامي كبير
في بغداد، في اي مكان متفق عليه، للوقوف عند دور المثقف، ولماذا هذا التهميش للمثقف اذا كان موجود في الداخل او كان في الخارج. بنفس الوقت هنالك قضيه جدا مهمه احنا نطرحها اليوم، يعني من خلالكم ايضا. لو كان نصير شمة مثلا وزير الثقافه العراقي، لو كان كاظم الساهر وزير الثقافه العراقي، هل كان راح يكون نفس الدور الان اللي يقومون به وزراء؟ مره يكون وزير دفاع، مره يكون واحد رجل دين يجي يستلم المنصب، ومره يكون هذا السؤال موجه لحضراتكم. دكتور بلاسم تفضل. حبيب قلبي استاذ مهدي الجميل، انت تتحدث عن اشخاص، هناك بنيه، هذه البنيه تمشي سوا من تبليط الشارع للانسان، ثقافه الاشخاص، جيب ودي. اضرب لك مثل بسيط فردي، قضيه فرديه ببغداد، قضيه فرديه بسيطه جدا. انا وياي مجموعه من الطلاب عندنا انتاج كل التماثيل والنصب العراقيه مجانا. هذا ما له علاقه بفلان وفلتان، هم بالعكس يحرك. انت هسه من تروح، اذا سمحت لي، اذا تجيب انت شخصيه مشهوره معروفه في اي مشروع، يعني اعتقد صديقنا استاذ نصير في اكثر مشروع اللي ألق بغداد وتحرك البصره وكذا، حتى نكون صريحين، وهو على تواصل دائم انا وياه شخصيا، انه بمشاريعه، بعلاقاته باليونسكو، بعلاقاته ببعض الشخصيات ينجز. اخي مهدي ما يصير لا نصير شمة ولا كاظم الساهر ولا دكتور بلاسم ولا عبد الحميد ولا اي واحد من ذولا النخب الناجحه. لا، انت من ترى الثقافه يعني عصاب الحق، انت بعصاب الحق، نصير بعصاب الحق، كاظم الساهر بعصاب الحق، هي اللي تجيب وزير الثقافه. لا، الموضوع كبير، انتم قاعد تحكون اشياء صغيره جدا ما له علاقه. لا نصير شمة، الموضوع موضوع مؤسسات، موضوع اداره. هواي كثير من الفنانين يكون فنان كبير بس هو اداري فاشل. مو الوزاره مش لعب. الوزاره يعني فاروق حسني لما 17 سنه او 21 سنه وزير ثقافه في مصر، لانه رسام واداري بنفس الوقت. وزراء الثقافه الان في اوروبا، في فرنسا، وزيره الثقافه كاتبه ومنتجه وايضا تفهم بالاداره. ما الذي يستطيع ان يعمله فنان نصير شمة ناجح بكل العالم، كل قاعات العالم توقف له 10 دقائق تصفق له، بس من يدخل لوزاره الثقافه راح يفشل وكل تاريخه يروح، لانه ما راح يقدر يعمل شيء. انت هذه المؤسسه الموجوده اللي هي كانت هي فقط لعرض الفنون التشكيليه، كانت تديرها العطار الله يرحمها. هي جاليري، وهذا الجاليري تصير الان وهي الوزاره، وبها هذا العدد الكم الهائل الكبير. كم عدد الموظفين؟ بالخمس 6000 وثقافه ماكو. بينما في فرنسا عدد الموظفين 528 موظف فقط، وعاملين كل هالخبصه وكل هالثقافه، ويسوقوا ثقافتهم برا ويربحوا 56 مليار بالسنه. زين، واحنا عندنا 6000 وما اعرف كم موظف وما عندنا اي شيء. كل الكتب اللي قاعد نشوفها هي يعملها الدكتور بلاسم ويعملوها المتنبي والله يرحمه، وان كان مطبعه رمزي وغيرها. الدوله غير هم، ماشيه بغير هم. انت كاعلامي تقدر تمشيها على الخط الصحيح، تقول لا تعالوا نعمل كذا، هذه النقاط يجب ان نعملها. المثقف تعب وما يقدر يتحمل. احنا عندنا انتاج ثقافي جميل، بس لازم نلقي له اطار ونخليه بجمالياته مثل ما هو، ونسوقها للعالم ونربح من عنده. الكاتب يربح والرسام يربح والسينمائي يربح والدولة تربح سمعة، لأن احنا سمعتنا بالخارج غير جيدة صراحة، لازم نبيضها. يعني احنا قليلين اللي نعمل على تجميل العراق رغم كل شيء، بس وحدنا ما نقدر نعمل شيء، تعبنا. يعني يحتاج من الداخل يجينا زخم إعلامي وثقافي يقف معنا حتى نبين العراق مو داعش والقاعدة، لا، العراق بابل وأشور والأهوار، والعراق المتنبي، والعراق في أشياء جميلة جدا، بس لازم نحميها شوي، نلقي لها إطار ونحميها حتى ما تروح مع الأحزاب
واللي يصير من الخراب هذا الموجود. جميل جدا. طيب احنا علينا الان احنا بدنا نتحدث بصوت عالي. نريد صديقنا فلاح الذهبي ينضم ويانا، نتمنى انه يسمعنا الان يشوفنا على اقل تقدير. صديقنا دكتور عبد الحميد صالح ايضا يشاهدنا، بس ما اعرف ليش ما انضم ويانا. عبد الحميد وين صار؟ عبد الحميد وين صار؟ طيب خلي صديقتنا اسيل سامي عبد الحميد من قطر ايضا عندها وجهه نظر، خلينا نستمع الى وجهه نظرها. وكان طبعا ودنا تكون هي ويانا ضيف لايف، لكن بعثت لنا هاي المشاركه مالتها، خلينا نستمع لها. تحية طيبة وشكرا جزيلا للمركز الدولي للإعلام والثقافة على إتاحة هذه الفرصة للحديث في برنامج وقفات. وفي هذه الحلقة تحديدا أنا أسيل سامي، إعلامية عراقية لدي خبرة طويلة في مجال الإعلام تمتد من العام 91 وحتى هذه اللحظة. حاليا أعمل منتج أول في شبكة الجزيرة. الحقيقة كنت أود أن أطرح تساؤل عليكم ربما من خلاله نثير النقاش حول مسألة الأدلجة في الإعلام العراقي. هل يوجد أدلجة في الإعلام العراقي؟ من وجهة نظري أنا أعتقد نعم، هناك أدلجة في الإعلام العراقي. كل المحطات أو أغلبها على الساحة الحالية يا اما تنتمي او هي لسان حال احد الاحزاب، او ربما هي تمثل فكر معين. لا يوجد اعلام عراقي حاليا مستقل 100%. ولكن هل نقف مكتوفي الايدي امام هذا الواقع؟ نتقبل هذا الواقع بكل الأحوال لأنه يصعب تغييره، ولكن لا نقف مكتوفي الأيدي في نفس الوقت. بمعنى نتوجه لهذه المحطات أو المنابر الإعلامية أيا كانت، محطات تلفزيونية، إذاعية، صحافة، نتوجه إليها من خلال الحديث عن أصول الإعلام، لأنه يعني بعض المحطات تضع في نصب عينها المعاداة والمجاهرة بالمعاداة والهجومية وربما الكذب والادعاء والمبالغة. فمن المنطقي ومن المقبول للمشاهد أنك تعرض وجهة نظرك، ولكن باحترافية، بمهنية، بتوازن، بنقل كافة وجهات النظر حتى تتمكن من التعبير عن وجهة نظرك بشكل مقبول ومنطقي. لماذا قلت في البداية أنه نتقبل هذا الواقع ونتقبل الأدلجة؟ لأن الحقيقة الأدلجة موجودة حتى في القنوات العربية وحتى في الإعلام الغربي. وإذا قارنا الحال على ما كان عليه في السابق عندما لم يكن هناك إعلام سوى الإعلام الرسمي الموجه الذي يعني لا نملك خيارا آخر سوى أن نتابعه ونشاهده، يمكن نقول الحمد لله أنه هناك منابر أخرى نستطيع من خلالها التعرف على وجهات نظر مختلفة. سعد، سمعت الرئيس أسيل؟ حكينا هذا الموضوع، أعتقد بدينا فيه يعني. قال الأخ فلاح ودكتور بلاسم انه طبعا الادلجه موجوده، يعني هذا واقع الحال، يعني ما تقدر تهرب من عنده. احنا لذلك نتكلم بهذه الحلقه انه شنو البديل. يجب انه عندما ننتقد حاله يجب ان نضع لها بديل، والبديل اعتقد ياتي من خلال اجتماع يعني كبير ويصير نقاش وتثبت، ولا الدوله فعلا تحترم حالها، تتبنى هذه المخرجات المؤتمر او الندوه وتبدأ تعمل فيها، وسترى فرق كبير جدا بالخطاب، والإعلامي يتحسن، الوضع الاجتماعي يكون أفضل، كثير أشياء تتغير بعد ذلك. بس يحتاج لنا ممكن، يعني أنا طلبت من الكاظمي هاي آخر زيارة، قلت له نجمع 1000 خبرة عراقية، 1000 خبرة عراقية بكل المجالات، بعلم الجمال، بالهندسة المعمارية، بالفضاء. وهذا مشروع من زمان انا كلفت به من احد رئيس الوزراء ما نقول اسمه، واشتغلت به، وحتى اقنعت الله يرحمها زوى حديد، قالت انا اول الحاضرين معك، وجمعنا وكنا حوالي 780، ما وصلنا ال1000. الان موجودين ال1000 من ناسا
الى اليونسكو، الى منظمه الامم المتحده، الى رؤساء مدراء عامين يشتغلوا في شركات اوروبيه عملوا الهوائل. كيف غصن عمل الشركات السيارات باليابان والان المطلوب المحاكمه؟ احنا عندنا مدراء عامين اكثر من غصن، بس غصن اللبناني ويعرف شلون يجمل حاله اعلاميا. احنا ذول الناس اللي يشتغلوا وعاملين الهوائل بالصناعات الثقيله والاستراتيجيه، هذول عندهم استعداد ان ياخذوا شهرين من عملهم بدون راتب ويجوا للعراق يشتغلوا. بس كان عندي شرط على هذا رئيس الوزراء، قلت له نعمل لهم مجمع سكني بالمنطقه الخضراء وفي مسبحهم وفي ناديهم وقعدتهم ومطعمهم وطباخهم، ونجي يشتغلوا للزراعه، للصناعه، للري، للداخليه، الى الدفاع، ونطلع بدراستهم ينطونا خبرتهم وهم ابناء العراق. احنا تعبنا عليهم واخذوهم هذول المؤسسات. ما كان العراق ما يطالب بهم انه احنا صرفنا عليهم انتم اخذتوهم، لا، هم مستعدين يعطونا خلاصه افكارهم ويشتغلوا عليها حتى ما تبقى وزاره التخطيط اسم بدون عمل، ونقدر نحل مشكله كبيره جدا يدخل بها الجانب الثقافي ايضا. طيب دكتور بلاسم، شنو واجبات الان المراسلين الاعلاميين، واجبات الان مدراء القنوات الفضائيه؟ ليش تضحك بعد ما كملت السؤال؟ وتدري شنو المشكله استاذ محفي؟ يعني المشكله انك انت بنص هاي البنيه. اكو بعض المرات بالسيميولوجيا عندنا الدرس السيميائي يعرفه استاذ سعد، من العلامات تفهم ثقافه الناس. اضرب لك مثل بسيط جدا. رحنا للقاهره 680 فنان من كل العالم، 680 فنان. فزت بالجائزه الاولى بمهرجان القاهره التشكيلي. ما شاء الله. فاجى احد المسؤولين العتاد، يعني فتقت عبقريته فطاني درع 5000 دينار من المتنبي. وقف هذا المتخلف لابس قاط وربطه. احنا مشكلتنا مشكله اداريه، حتى الدوله المشكله اداريه، الاعلام مشكلته ثقافيه، الدوله مشكلتها اداريه، حتى نخلص من هذا الموضوع. ولكن الان انا رايي انتم البرة محتاجيكم بهاي الفتره افضل من اي فتره اخرى. نعم، محتاجيكم. يعني هذه الندوه اللي انت مسويها الان هي كشف للبنيه العراقيه حتى تعالجها. يعني لا يكفي ان نتحدث، نعالج. تروح انت الصح تماثيل الثانيه، هذا سعد المسعودي عنده مجله ويكتب بيها ينشر، واستاذ مهدي يسويه عنده فضاء. هذا المحتاج، هذا هو الاعلام. يعني احنا صراحه محتاجين هاي الكفاءات البرة ان تساهم مساهمه حقيقيه ببناء هذا البلد. يعني بناء البلد اساسا انتو. يعني انت الان الصوت اللي يتحدث عن بلده برا، مو يطلع لي واحد هو ما يعرف يكمل 3 جمل مفيده يجي يشتم بينا واحنا قاعدين بالبلد. لا يجوز، هذا مو اعلام، هاي ليست ثقافه اعلاميه. انا قصدي الان البلد الان ما حاجه الى بعد يعني سطرات وضرب. يعني يكفي صار 40 سنه احنا كفخات ما تعرف منين تجي. احنا اولاد الان نحييه مثل ما انت تروح تعطي معنويات لابنك ولزوجتك وتمر بظروف وتوقف وتساعد. انا قصدي الاعلام الان. طيب. الاعلام يساهم. ماشي، وصلت الفكره. دكتور اذا سمحت لي، حتى نفس الصراحه مالتك. احنا مطولين بعد، عفوا مطولين لان انا عندي ضيوف في البيت دخلوا. باقينا يعني 3 ساعات تقريبا، عندنا بس مواد سريعه راح نحكي. انا اذا ارد على دكتور بلاسم حبيبي، احنا ايضا نبادلكم المشاعر واحنا حاضرين، يعني انسانيا فنيا ثقافيا معرفيا باللي نقدر عليه ما راح نقصر. بس بنفس الوقت احنا نطالبكم من الموجودين الان ايضا، انتم مثل حضرتك مثل الاستاذ فلاح، لا تنسون اللي موجودين برا مثل ما حكى الدكتور سعد. عندنا كفاءات كبيره ومهمه. يعني انا مثلا خليني احكيها بكل صراحه، شنو نقيب الفنانين العراقيين من طي ظهره
برنامجنا احنا الان هاي الموسم الثاني له، وكل المشتركين ويانا من نجوم واسماء كبيره عربيه. نقابه الفنانين تنتظر مهدي البابلي شو وقت يصير بيه كورونا حتى تطلع عاجل، حتى يحكي بالنيابه عني يقول يصيب الفنان كذا القدير المهم المبدع مهدي البابلي كورونا او توفى او دار السينما ومسرح ملتهي بالصبغ دار السينما مسرح مع احترامي لاحمد حسن موسى بالصبغ يصبغ ويريد ذبح نفسه شلون يفتتح مسرح رشيد، وعندنا عشرات الناس مجطله من الفنانين ما حد يقربهم ولا يحس عليهم بالداخل ولا بالخارج. احنا ايضا نبادلكم نفس الاهتمام هذا، اللي موجودين بالخارج ايضا عينهم عليكم، انتم لا تنسون، انت حضرتك ولا كل الموجودين كثير من الكفاءات واسماء كبيره نزحت برا بلدها لظروفها الخاصه، ما نريد ندخل في التفاصيل، لكن ايضا منتظره من الاخرين اللي موجودين، يابا مرحبا وين صرتوا؟ شنو اللي كذا، كيف نقدر نتعاون مع بعض حتى نقدر ننجز فد مشروع ما. عموما هسه انا ما اريد اخذ بشكل موجز سريع بعض التعليقات المهمه وبعدين نروح الى فقره اخرى. خلينا ناخذ التعليقات اللي بقت عندنا. طيب وصلنا الى صديقنا حسن الاذاعي، يقول رحب بكم المنبر. حسن جاسم المخرج الاذاعي المهم يرحب بكم وبالزميل مهدي تحياتنا له. ودكتور علي المياحي يقول تحيه لك ايها الباب المبدع، والتحيه موصوله لضيوفك من كوكبه الاعلام العراقي من العيار الثقيل، وحلقه مهمه وشيقه تقبلوا خالص المحبه. دكتور حسين علي هارف ايضا يقول تحيه وتقدير عالي للاعلام القدير الفنان مهدي البابلي وضيوف الجلسه الرائعه الاستاذ الدكتور بلاسم والاعلامي المبدع المتالق المرموق سعد المسعودي، الاعلام القدير فلاح الذهبي، والدكتور طبعا عبد الحميد صاح اللي للاسف ما اعرف شنو اللي صار وياه. مجموعه رائعه من اعلام الفن والاعلام. وصديقتنا نداء قيس اللي هي الرسامه في برنامجنا، فنانه شابه مهمه، تقول اهلا وسهلا ضيوفنا الاعزاء والاكارم، نورتوا برنامجنا، وقفات تحياتي لكم والاستاذ مهدي البابلي. و ناخذ دكتور حسين علي هارف يقول فعلا كما ذكر دكتور بلاسم لقد دمروا فكره المواطنه وجوهرها المبنيه على معادله الحقوق والواجبات، وقد اسهم الاعلام للاسف في تكريس هذا التوجه المدمر. فاطمه الوادي من استراليا تقول يسعد مساءك استاذ مهدي ومساء ضيوفك الكرام، تحياتي لكم. و ست شذا ابراهيم تقول احسنتم. وفاطمه الوادي ترجع تقول استاذ سعد لان الساسه العراقيين هم من يريدون طمس هويه العراق، لذلك لم يطالبوا بالاثار، واليوم يفكرون بازاله ما تبقى من اثاره، هم يفكرون بازاله الملويه. طبعا هذا خبر كارثي هذا. طيب استاذ وصفي الطويل كان ضيفنا الجميل من الاردن، مدير الثقافه في الزرقاء، يقول الله يعطيكم الف عافيه، جهودكم مباركه مشكوره، اتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله. شكرا دكتورنا الاستاذ مهدي الراء، تحياتنا لك استاذ وصفي حبيبي من الاردن. دكتور مفيد من كندا، دكتور مفيد ديب زميلنا في مخرج كان في تلفزيون العراق، تحيه لكم والاعلامي مهدي البابلي وضيوفك الكرام، جميل ما تتعرضون له ومهم. دكتور صديقنا غانم حميد المفكر والمخرج المسرحي المبدع يقول تحيه كبيره للضيوف الاعزاء، سلمتم البابلي بهذه المجموعه المهمه وفقدان الهويه الاعلاميه العراقيه الغير مؤدلجه والغير وطنيه، محبات. تحياتنا لك استاذ غانم. يقول الاعلام حاليا دكتور مفيد، الاعلام حاليا يصنع البلبله بنجاح كبير دون ان يفكر انه يضرب الوطن في عمقه سواء على الصعيد الثقافي او السياسي، وذلك بسبب انتمائه للايديولوجيات غير وطنيه وغير مصنوعه في الوطن. الخطاب الاعلامي لا يخاف على الوطن وانما يخاف على الايديولوجيه التي صنعت له من خارج الوطن. طيب تاريخ القيسي يقول الاعلام نتاج واقع سياسي مأزوم منذ مجيئه بخطيه التبعيه الاحتلال نقطه راس سطر. وحسن يقول من يصنع المشهد الثقافي يصنع المشهد السياسي ام العكس؟
أم هناك طاقة أخرى تؤثر على المشهدين؟ تحبون تجاوبون؟ يعني حقيقة هي مو إجابات لأنه مو تساؤل، ولكن هذا الحماس مثل هذا البرنامج والبرامج الأخرى، وجود الإعلاميين أستاذ سعد الراقي، أستاذ فلاح، أستاذ حميد، مجموعة من الفنانين. قبل فترة كنا على منصة، أحد الفنانين المعماريين موجود برا، وكان اللي اطلع على المنصة الأستاذ معاد العليوسي. نعم. المعماري. وبدأ يتكلم عن هذا، وطلبوا من عنده شغلة بسيطة، مو بسيطة ولكن هذا ثاني يوم أو ورا 3 أيام بالمباشر سوى مخططات ودزهن على مود باب الشرجي والنفق هذه المساهمة الخارجية. كفاءات مليئين، أنتم مجموعة من الكفاءات. الآن أكثر شيء نحتاجه هو الإعلام أولاً، وثانياً مساهمة هذا الإعلام في الثقافة اللي أنتم تسووها هسه. اليوم أستاذ سعد دزلي قال لي تعال ساهم بمجلة عندنا، وحضرتك الآن بهذا البرنامج الهوائي المفتوح اللي يتحدث فيه عن مشاكلنا. هذه كلها مساهمات رائعة للبلد، حتى البلد يمشي. البلد مثل المرأة، تلبسها ثوب حلو، مرأة جميلة تلبسها أسمال تصير قبيحة. صح. يحتاج إلى إعادة نظر، تجميد هذا التاريخ. دكتور زهير كاظم، قلت تحياتي حبيبي استاذ مهدي، اتمنى لك التوفيق. وصار الفن والفنانين العراقيين في خبر كان. طبعا دكتور زهير تحياتنا له، ويمكن هو في تركيا الان. ثائر القيسي يقول شباب تشرين قدموا فعاليات ثقافيه وفنيه في الساحات، عبرت عن ثقافتهم الجماليه، ازاء وطنهم الضائع في دهاليز ظلمه احراش التطرف القبليه، سقطوا وقتلوا بالشوارع واحرقوا خيامهم وانهوا وقفتهم الوطنيه، واغلب وسائل الاعلام لم تحرك ساكنا في قضيه وطنيه هكذا. نحن شباب مضطهدين باجنده بعيده كل بعد عن احترام وحدتنا في ثوره تشرين. طيب عندنا اسئله كثيره حقيقه، احنا اذا نبقى هيك ما راح نخلص. خلي هو خلي المهم احنا الان وصلنا للاخر. نعم. لان تعرف يعني تحيه لكل الاصدقاء الذين صحيح كتبوا اطراء جميل جدا. طيب. تحيه لاسيل سامي المتالقه دائما طبعا. بس طيب. خلي المهم هذه الندوه. نعم. انا برايي راح نرسل بعدين، ابعث لك بالايميل او الدكتور بلاسم ايضا، كل واحد يكتب يعني مقترحات، وهاي المقترحات اذا هذه الندوه تقدر تعمل توصلها الى شخص صاحب القرار اوكي، واذا ماكو داعي، اذا ما في داعي نتعب كل هذا التعب. استاذ سعد بكل بساطه نوديها وزير الاعلام، هم انسان مثقف ويعني هذا بيدي انا اوديها. جميل. طيب خلينا نشوف مقترحات ست انسيل قبل لا نوصل الختام. عندها مقترحات ايضا ارسلتها لنا، خلينا نستمع الى مقترحات. لدي بعض المقترحات لإيجاد حلول، ربما من بينها مثلا تشكيل لجان تخص الإعلام. على سبيل المثال المركز الدولي للإعلام والثقافة، الدور الذي يقوم به مهم جدا. لو نجد مثل مراكز لجان ويصير بيناتهم انترآكشن، تفاعل وتواصل من أجل يعني تبادل الخبرات والمقترحات والحلول. تكثيف الدورات، لأن الدورات في العراق قليلا جدا، وربما بهبة الثمن لا يتمكن بعض الإعلاميين من الحصول على فرصة التسجيل في هذه الدورات وتنقصهم الحقيقة الخبرات التي تقدم في هذه الدورات. أحيانا الجامعة أو التخصص اللي يدرسون غير كافي فعلا لإشباع قبولهم ولتدريبهم على النحو الكافي من أجل الدخول في معترك الإعلام. نقطة ضرورية استثمار الإعلام
الإعلاميين والإعلاميين العراقيين من ذوي الخبرة خصوصا ممن يعملون في الخارج. يعني أمثالنا إحنا اللي بيشتغل بقنوات عربية أو بيشتغل بقنوات أجنبية وصار لنا سنين طويلة وتراكمت عندنا خبرات، فأكيد إحنا وجهة نظرنا ورؤيتنا للأمور بيها بعد آخر ممكن يستفاد من الإعلام، حتى وإن كان إعلامي محترف وحتى لو كانت المؤسسة يعني عتيدة، لابد من الاستفادة من الخبرات الموجودة بالخارج، بعضهم دعوتهم لتقديم محاضرات، ربما لتقديم مشورة، لتقديم ورشة عمل، أي نوع من الخبرة التي يمكن أن ينقلوها لنظرائهم وزملائهم من الإعلام. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. شفت استاذ سعد، هذه ضمن نفس التوجه اللي تفضلت به حضرتك ودكتور. بالضبط. اذا الصوره صارت واضحه الان. سنعمل على هذا الموضوع وان شاء الله نصل الى حل، لانه ليس صعب. يعني انا حتى بانهي كلامي، يعني امبارح كان عندي جلسه مع وزير الدفاع العراقي جمعه ناد مثلا، يعني في فريق مع الوزير، فريق رائع، يعني رائع جدا. من نسأل على معلومة يسأل واحد يجي يطلع له شرع مفصل كامل. إذن قادرين أن يعملوا، وكل كلامهم كان نشتري هذه الحاجة ولكن نريد تدريب أمامها، نشتري هذا الموضوع أريد تدريب أمامها. طبعا هو موضوع يتكلموا على أسلحة، ولكن أنه أكو واعي عند العراقي انه دائما يفهم انه تنطيه طائره هليكوبتر مقاتله، لكن مقابلها لازم اريد تدريب ضمن السعر. يعني هذا اذا في وعي، في ناس تعرف تدير العمليه السياسيه، بس ما ماخذين مكانهم الطبيعي. فلذلك المثقف هو مشمول بهذا الموضوع. نتمنى انه حقيقه الدكتور بلاسم موجود والاخوه بالداخل موجودين، ان هم ياخذوا على عاتقهم لجمع كل هالخبرات، وموجوده مستطيعين احنا نزودهم بالاسماء، وتجي اسماء كبيره ومبدعه وتجي تتكلم. ما نتكلم عيوبنا، لان هاي بيناتنا اليوم ندوه حكينا، لكن سنتكلم بالحلول. ما هو الحل؟ نتكلم بالحلول ان شاء الله. دكتور سعد، احنا عندنا صارنا حكي نحكي الان على الهواء مباشر، صارنا فتره نشتغل على موضوعات دار الاوبرا والمدينه الاعلاميه في العراق حقيقه، ويعني نتنقل من مكان لمكان حتى هذا الموضوع نحوله، يضحك دكتور بلاسم، نحوله من جانب التنظير الى جانب الواقع. هذا بس مهدي البابي لوحده ما اعتقد ما راح يقدر، او حضرتك او دكتور بلاسم. وانا مثل ما عرفت انه اكو ناس مشتغلين خطوات هذا الموضوع، لكن احنا لازم جهودنا تتضافر مع بعض حتى نقدر نحط النقاط على الحروف وننجز، نقدر نسوي مدينه اعلاميه. مو قضيه صعبه مدينه اعلاميه في العراق او دار الاوبرا نعيدها بعد ما الان حتى الاساسات دفنت بها للاسف. طيب مين قال ما اخي مهدي، مين قال ما موجوده مدينه اعلاميه بالعراق؟ ما موجوده مدينه اعلاميه، لا موجوده على الورق موجوده، لا موجوده على الارض. وحكمه البيضاني اخونا دكتور حكمه هو بيديرها، وكريم عاشور ومجموعه اخرى موجوده. مشروع فقط على الورق، ما الى الان كمنجز. لا نساعدهم، ندعمهم ليش نحاربهم؟ ندعمهم على الورق، وبالتالي عندهم استوديو، عندهم استوديو سينما، ندعمهم. ليش نوقف امامهم؟ هي الفكره هو موضوع الندوه هذا، هو ليش ندعم ولا نوقف احنا؟ انا ليش دا احكي بصوت عالي؟ الدوله ما تعمل لك مدينه اعلاميه، انت تعمل مدينه اعلاميه. طيب. انت كبشر، ولا تعمل لك اوبرا. هذه الاوبرا حفروها والان بركه مال مي بجنب نقابه الصحفيين، ومن يعمل الاوبرا؟ تركيا. ليش هي تركيا عندها اوبرا حتى تبني لي اوبرا؟ طيب في اشياء لازم ما نخلط. من واحد يعمل مشروع قبلك نساعده، نقف معه، ما نوقف عثر. هي الفكره. انا في مدينه اعلاميه وانا شفتها وموجوده، وده يشتغل اخ حكمت وكريم عاشور وفي كريم هميم وفي مجموعه شغالين مع الموضوع، بس الدوله ما تدعم هم بجهودهم.
فلوسهم فاحنا هذا الجهود تتضافر مع بعض حتى يكون له اساس وله واقع. طيب احنا خلي قبل لا نختم هديه مقدمه من البرنامج الى ضيوفنا. طبعا للاسف كنا ننتظر يلتحقون بينا. عموما هذا انت لانه مستعجل فراح نعطيك الهديه اول واحد حتى تقدر تغادر القناه دكتور بلاسم. اوكي طيب خلينا نروح على قبل لا اروح على الهديه اريد كلمه منك للجمهور اللي يتابعك الان. شو تقول للجمهور فقط؟ يعني شكرا لصبرهم علينا اولا، وانا يعني احنا برا الان. امبارح من تكلمت معاك قلت لك احنا محتاجين صوت الداخل. صح. الان دكتور بلاسم نور علينا كثير انارات ويمكن صحح بعض المفاهيم اللي احنا كلها جانب سلبي وسوداوي. وايضا دكتور فلاح اعطانا صوره احنا محتاجين الضوء ياتي من الداخل. لا يمكن، ممكن الشغل والافكار تجي من برا، بس لازم الضوء المهم يجينا من الداخل حتى نشجع نعمل بدون مقابل، لانه البلد بحاجه لذلك. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لعباس الحربي، غانم، اسيل، كل اصدقائنا، القيسي، كل الاصدقاء. وانا سعيد شكرا انه شفت دكتور بلاسم من زمان، صار سنه ما شفته حبيبي. وانا استاذ سعد بالمناسبه مع المدينه الاعلاميه بس خلي اعطيكم باصه من الداخل. لقينا 65 شاشه عرض. 65 شاشه عرض عملاقه مذبوبه بمكان ما اريد اجيب اسمه. فدكتور حكمت والجماعه خذوا مكان بصف الكنيسه بساحه الاندلس. راح يصير بث ثقافي بكل بغداد، وهاي راح ينصبون بها هسه بجهود يعني بسيطه جدا. اعتقد هذا الساهم بشيئين: تجميل المدينه، تدري الاعلان يلعب دور والضوء طبعا. والقضيه الثانيه هو بث فقط الفكر الثقافي، اعلام الثقافه اللي هو ندوتكم هذا. فانتم ايش عندكم افكار دزونا ان شاء الله، واحنا نتيجي عليكم طبعا ان شاء الله حبيبي. طيب حاضرين بالافكار. طيب خليني اروح لهذه الهديه. من الرسامه؟ من الرسامه نداء البياتي، نداء قيس البياتي. شكرا لها. بس انا شكرا لنداء، بس انتظر هديه اخي بلاسم. لا من زمان انا موعود ب يعني صوره جميله ان شاء الله. ان شاء الله قدامك كل الاعمال استاذ سعد. تسلم. انا امامي بهيجه وقاسم محمد وفايق حسن، ابو تومر، هواي لوحات عندي بالبيت بس ما وقفات. شو تقول وقفات البرنامج؟ اقول لكم احنا مطرة الدنيا عندنا مطر شديد جدا. اي خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. شو تقول وقفات دكتور سعد؟ هذا اتمنى البرنامج يشوف لك مخرج من اصدقائنا، وفلاح زكي مو بعيد عليك بامريكا، يحتاج له شويه اخراج. هذا البرنامج يحتاج له مثلا هذا الكلام اللي قالوه اخواننا المتابعين، المفروض يكون على الشاشه على اليمين ونشوفه نقراه كلنا، ويكون بالاخير تكون انت وحدك معه. الشيء الاخر، المقدمه ذكرتني مال الاوبرا المدرسيه من كنا
بالمدارس طويل جدا. وهذا كل ندوه تصير عندك لازم يطلع بها مخرجات، هذا اللي يناقش ماذا ما هو المقترحات، وتروح لصاحب الشأن. يعني مو فقط كلام نلغي كلام وبعدين مع السلامه كل من يروح مكانه، لازم تكون شنو النتيجه بعدين. طيب هذا جميل. شكرا طيب. اولا فلاح زكي خليه يسوي لايك اول مره للبرنامج، بعدين يساعدنا باخراج البرنامج. انا على سبيل المثال هو هالمثال ما يخاف، حتى الاخرين يعرفون ايش بدنا نحكي احنا. اثنين، بالنسبه للتايتل، صحيح هو التايتل طويل بس هو جزء من ذاكره البرنامج. في كل حلقه نصعد بالبوستر باسماء اللي مرت من الموسم الاول الموسم الثاني، فهو جزء من رد الجميل لضيوفنا اللي انارونا في الحلقات. وهذا ايضا البوستر مال هذه الحلقه راح يكون الحلقه الجايه راح نشوفه موجود. طيب تحياتي لك استاذ سعد حبيبي، شكرا لحضورك البهي ويانا. واحنا اللي علينا نطرحه في البرنامج، المهتم في الموضوع هو اللي يتابع معانا. احنا مو كل الاشياء نحطها على صينيه من ذهب ونقول له تعال بلكي بلا زحمه تتفضل تاكل منها. اذا هو مهتم بالثقافه يتابع من يشتغل بالثقافه. انا ليش دقيت بابكم الان؟ لانه اسماء كبيره وقامات مهمه، انا اقتفي اثركم، انا اللي دعيتكم مو انتم جيتوا على البرنامج، صح؟ معلش في مهدي، في انا كل اسبوع بعمل مثل هذا البرامج موجوده بالسويد، بهولندا، بالعراق، يعني موجود هذا البرامج. بس الاخرين بيجوا بالتفاهم بالحوار، تبعث له شيء كله يجي التعاون. انت عامل برنامج ناجح وبين وجوه وبي كذا، فممكن كل اللي تريده يجي يصير عندك، يعني يصير عندك ان شاء الله. نتعاون كلنا وحتى يطلع البرنامج يكون خفيف وسريع، ايقاعه يكون سريع ويكون ساعتين كثير. انا ما كنت عارف ساعتين. لا مو احنا عندنا ضيوف 5 احنا بالجو طالعين صديقي. اي بس حبيبي مهدي ما حد يقدر يترك شغله وساعتين وبهيك صعب. عند اليوم يعني الان انا محروج من ضيوفي الدخلوا علي الان وهم ساكتين. طيب روح ضيوفك سلم لنا عليهم تحايا كبيره، وحافظ على مسافه الامان. شكرا جزيلا. شكرا دكتور بلاسم. قريبا ان شاء الله نجي على بغداد. شكرا حبيبي دكتور. شكرا عبد الحميد، شكرا لكل الذين تابعونا، شكرا جزيلا حبيبي. شكرا. طيب دكتور احنا الان اكو هديه لحضرتك مقدم البرنامج، بس من الواجب انه احنا نقدم الهدايا، فاسمح لنا نقدم الهدايا لضيوفنا اللي ما قدروا يكونوا ويانا لسبب ما. طبعا واحنا نعرف يعني ظروف البث احيانا والجانب التقني يكون احيانا سبب في تعثر بعض الاشياء. تسمح لنا نقرا تعليقات البعض حتى قبل لا نختم ونروح للهديه. اوكي، عندنا صديقنا مهند من النرويج يقول تحياتي القلبيه الاخ البابلي الفنان الاعلامي المبدع المتطور في عطاء متجدد في افكاره وطروحاته ولقاءاته، وتحياتي القلبيه لاخوتي واساتذتي واصدقائي الاستاذ سعد المسعودي الاستاذ بلاسم، وكل الشوق لكم. تحايا لك صديقنا. وباقات ورد من صديقنا الشاعر بهاء الدين الخاقاني ويقول بوركتم. وصديقتنا تقول استاذ مهدي اسئلتك بها عالم من الخيال الان في بلد العراق، يعني تقطع علينا فاطمه الوادي الطريق من الامل، حتى اذا كان امل تقول لا تتفائلون، وهذا مستحيل طبعا شيء احنا نسويه، لانه احنا قضيتنا مبنيه على اساس الامل والتفاؤل بالغد. ومهما احنا نقدر حجم الصعاب ويعني مخاطر الان الاشتغال في العراق، بس علينا انه ما دام اختطينا هذا الباب علينا انه نستمر للاخير. و طيب هنالك بعض الاقوال تقول ان وسائل الاعلام هي اليد الاولى للفوضى، فصحيح هي تكون يد اولى بالفوضى، لكن بالجانب الاخر ممكن تكون يد في بناء
الإنسان وبناء البلدان. فإحنا نشتغل على الجانب الثاني اللي هو الجانب المعرفي، الجانب المهم. طيب خلينا نروح ناخذ الهدية مالت صديقنا الذهبي ودكتور عبد الحميد. تحب نبدي بدكتور عبد الحميد الهدية مالته لو بالذهبي صديقنا فلاح؟ دكتور بلاسم. عيوني. لا خلي استاذ فلاح اول. طيب استاذ فلاح، صديقنا فلاح، هاي الهدية للإعلامي صديقنا فلاح الذهبي. طيب اجزاء اي وين شفتها دكتور بلاسم؟ دكتور بلاسم حبيبي انت ويانا ولا مع الجماعه الثانيين؟ لا دا يسدون الشبابيك مطر طيب شفت الرسمه انت لو ما شفتها؟ شفتها الرسمه بس انا اريدها. طيب هاي الرسمه مال صديقنا فلاح الذهبي، وهذه الرسمه الثانيه هي لصديقنا دكتور عبد الحميد الصالح، وراها نعطيك الهديه مالتك. شنو رايك وانت رسام؟ لا هي فنانه ممتازه ورائعه، بس انا اتمنى ترسمني بدون تخطيط بالمباشر وتدز لي اياه. طيب ان شاء الله هاي الرسمه مالتك المقدمه ايضا من البرنامج. شنو رايك؟ فنانه رائعه وتحياتي لها، ويا ريت تدزوا لي اياها على الايميل حتى اكبرها واوديها للجرافيك يمنا بالكل. ان شاء الله. طيب احنا نريد منك كلمه للجمهور اللي تابعك وبعدين ناخذ كلمه لبرنامج وقفات. احيي كل الموجودين وشكرا جزيلا على هذا الدفق الانساني والثقافي الرائع وجهودك الكبيره، وشكرا لكل من علق وكتب واستمع وتحملنا بهذا، وبالنتيجه كلها من اجل البلد. شكرا جزيلا. اعيد
تحياتي استاذ مهدي لك ولكل العاملين معك، كل الكادر التقني، والف شكر. شكرا لك. اريد كلمه لوقفات، اريد تقول وقفات حتى لانه بعدين نستخدم هذا برومو خاص للبرنامج. حقيقه يعني هذا العنوان اصلا العتبه او المدخل تابعت شويه من عنده حقيقه، يعني حقيقه بدون مجامله. وقفات ممكن ان يكبر هذا، وقفات تكبر تصير وقفات سريعه، يعني مو وقفات طويله، وتسهم هذه في البناء الاجتماعي. شكرا للوقفات وتحياتي لك، واتمنى هذا البرنامج شوي يتمدد ويصير بعد اوسع وينتشر على مستوى اكبر، وممنون جدا لك ولكل الحضور. شكرا لك حبيبي دكتور، شكرا جزيلا لهذه الاطلاله الجميله، وانت قامه من قامات العراق الابداعيه حقيقه، واحنا خصصنا هذه الحلقه خاصه عن الاعلام ودور الاعلام، كيف نقدر نخدم ثقافه بصوره عامه الانسانيه والثقافه العراقيه بشكل خاص بهذه الاسماء الكبيره اللي حضرت معنا في هذا البرنامج، وكذلك الاسماء الكبيره اللي موجوده داخل العراق وخارج العراق. تحياتي الخاصه للرسامه باعتبار تشكيلي، يعني ندى احييها جدا، واتمنى لها مستقبل رائع وتنطلق ان شاء الله، ونشوف اعمالها الفنيه بداخل البلد باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور، تحياتي. شكرا حبيبي، شكرا. تصبحون على خير، شكرا جزيلا. والتحايا موصوله لكم احبتي المشاهدين المتابعين الاكارم، كما شاهدتم في هذه الحلقه اللي تحدثنا بها بشكل يعني مكثف وخاص عن الاعلام ودور الاعلام واهميته في بناء المشهد الثقافي في المجتمع، خصوصا في المجتمع العراقي، وكثير من الاقوال اللي تناولت قضيه الاعلام ذكرناها وتناولناها في جوانب عده. شكرا للاستاذه الاعلاميه المبدعه اسيل سامي عبد الحميد، كانت معنا من قطر. شكرا لنداء اللي اتحفتنا برسمات هذه الحلقه كالمعتاد. شكرا لضيوفنا دكتور عبد الحميد الصائح من لندن، ويبدو عنده مشكله في التقنيه منعته انه يتواصل معنا، لكن ان شاء الله راح يكون معنا في حلقات اخرى. شكرا لصديقنا فلاح الذهبي، كان معنا في بغداد، ويعني لما اتحفنا به من وجهات نظر واراء اعلاميه مهمه. وكذلك الشكر موصول ايضا لصديقنا سعد المسعودي من فرنسا، وشكر للجميع حقيقه اللي كانوا ويانا، كتبوا وعلقوا واهتموا ايضا ببرنامج وقفات، وهم دائمين في تقديم المقترحات السديده. شكرا لكل من تابعنا. ان شاء الله ستعاد هذه الحلقه يوم غد بنفس التوقيت، وان شاء الله نلقاكم ايضا في حلقات قادمه وجديده مع ضيوف مبدعين من هذا العالم. تحياتنا للجميع. هذا مهدي البابلي، استودعكم الله والى اللقاء. مع السلامه.